اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. انتهت هذه المباراه واهلي الدقيقه 90 يعود اليكم من جديد. الاهلي الكبير بيفوز ب3 نقاط غاليه ويواصل تصدره لجدول الدوري العام المصري بهدفين مقابل هدف وحيد. استطاع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه الصعبه جدا الحقيقه. اهداف المباراه: اليو بادجي هدف المباراة الأول في الدقيقة 76 بعد تسديدة اليو ديانج، خبطت الحقيقة في اليو بادجي، ولكن خلينا نقول الأول أن علي جبر كمان أحرز هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 54 من ضربة ركنية، ثم يعود اليو بادجي بعد تسديدة اليو ديانج ويحرز هدف التعادل لنادي الأهلي. ثم في الدقائق الأخيرة في الدقيقة 91 اليو ديانج بقى المره دي مش هنقول ولا اليو بادجي ولا حاجه، ولكن اليو بادجي بيحرز اليو ديانج بيحرز هدف المباراه الثاني و3 نقاط رائعه للنادي الاهلي. كابتن سيد الف مبروك يا كابتن سيد. كابتن اسامه ازيك انت وتحياتي اللي عندك كلهم. انا مش عارف مين كابتن عادل، كابتن بلال، كابتن اسامه، كريم سعيد بيسلموا عليك وبيقولوا لك الف مبروك. كابتن بلال، كابتن اسامه، كابتن كريم. يعني 3 نقاط غاليه جدا واهلي الدقائق الاخيره بيعود اليكم من جديد. طبعا بالتاكيد. يمكن المباراه كانت صعبه جدا، احداثها كانت الاخيره، نص ساعه الاخيره كان فيها شراسه اكثر، كان فيها يعني مسؤوليه اكبر. يمكن الشوط الاول طبعا كنا ماسكين كوره وبنحاول، الشوط الثاني في بدايته ماسكين كوره وبنحاول، لكن الشراسه ما كانتش موجوده غير بعد تقريبا جون بيراميدز يعني. طيب كابتن اتفضل يا كابتن. الشراسه اللي هي الفاعليه الكبيره قوي، الايجابيه الكبيره قوي، التواجد بشكل مكثف في 18، الرغبه الاكيده ان انت تحرز اهداف وتحقق لك ما اراد يعني دايما المباريات اللي زي كده ممكن تخلص فرصه وممكن تخلص ضربه ثابته، فلازم تبقى محضر نفسك لكل الحالات يعني. لكن انا اعتقد ان الشخصيه بتاعت الاهلي بعد الجول بيراميدز على طول رجعت بسرعه. اعتقد ان احنا لو لعبنا من الاول بالشراسه ديت كان ممكن المباراه تتسهل اكثر من كده، لكن الحمد لله رب العالمين يعني مباراه من المباريات الصعبه ومحطه من المحطات الكبيره قوي في مشوار الدوري. ايه اللي حصل اثناء بعد احراز الهدف الثاني يا كابتن سيد؟ الحقيقه انا مش عارف يعني طبعا ده شأن يخش بيراميدز، مش عايز اتدخل فيه يعني، لكن الاعتراض على اساسه ايه او هي ايه بالظبط انا مش عارف الحقيقه خالص. هي ضربه ركنيه واتلعبت بسرعه يعني، احنا كمان بالنادي واحنا من بره العبها بسرعه، لكن كان وليد وعلي معلول الاثنين لوحدهم، فمش عارف الاعتراض عليه ده شأن يخش بيراميدز يعني، لكن الحمد لله طبعا على المكسب. طيب كابتن سيد، الحقيقه النهارده المباراه يعني مراحل كتيره جدا ومباراه صعبه جدا. في الاول شوط دفاعي لنادي بيراميدز ويمكن الهدف الاول من كره ثابته للنادي الاهلي. شفت المباراه كلها بقى من اولها لاخرها ازاي؟ زي ما قلت لك يعني الشوط الاول كان ممكن يبقى لو استغلنا بعض الشراسه او كان عندنا بعض الشراسه اكثر اللي كانت موجوده في النص ساعه الاخيره كان ممكن الحال يتغير، كان ممكن المباراه تتسهل اكثر من كده، كانت ممكن تتسهل، لكن بعد ما جه في الجول اللي جه فينا يعني استفز لعيبه الاهلي، استفز اللعيبه بتاعتنا. مش عايز اقول ان ده المفروض ما كانش احسن من الاول، لكن هي المباريات كده ممكن بتبقى ليك محطات او ليك نقطه تحول بتحصل لك. اعتقد ان نقطه التحول بالنسبه لي هي الجول اللي دخل فينا يعني. لقيت شراسه اكثر، لقيت فعاليه اكثر، لقيت رغبه اكثر يعني، فالحمد لله رب العالمين طبعا على المكسب وكل حاجه. لكن درس النهارده من الدروس المهمه في عالم كره القدم ان المباراه مهما كانت تبان انها سهله وتبان انها في المتناول، لكن في لحظه ممكن تبعد عنك يعني. اليو ديانج النهارده الحقيقه احنا هنقعد نتلخبط اصل كتير اليومين دول. اليو ديانج النهارده اليوم كله كويس. طيب اليو ديانج النهارده يعني اعتقد روح رائعه وحاجه كبيره جدا وحاجه جميله جدا يا كابتن سيد. يعني والله هو الحمد لله اختيار كان موفق جدا لاليو ديانج، والحقيقه بشكر يعني طالما الشيء يذكر اول واحد رشحه لنا هو انيس بوجلبان الحقيقه يعني. مين يا كابتن سيد ما سمعناش؟ انيس بوجلبان هو اول واحد رشحه لنا. انيس بوجلبان دي حقيقه. لكن انا ما بتكلمش كمان على الاداء، انا بتكلم على الصفات الشخصيه، الشخصيه اللي هي عايزه تشتغل على طول، عايزه تنجح على طول، عايزه بتدور على اللي ناقصها على طول من اول يوم. على فكره يمكن كان لنا لقاء مع بعض في اول يوم يعني، فاحنا هنساعدك وانت ساعد نفسك، لكن هو الراجل من اول يوم لحد دلوقتي ما فيش ادنى دقيقه في التاخير يعني. ربنا يحفظه. واليو بادجي يا كابتن سيد يعني حاسين ان هو موجود مع الفرقه من سنه مثلا؟
بص يا اسامه، انت والمجموعه اللي معاك كلها عارفه كويس قوي النادي الاهلي اكيد بيتك بالظبط، يعني انت بتخش ما بتحسش نفسك غريب يعني. الاجواء بتبقى متيسره والاجواء كانت بتبقى كويسه والحمد لله رب العالمين. يعني عشان كده انا دايما بنتكلم مع اللعيبه لما تيجي تدافع على قميص النادي الاهلي او تيشيرت النادي الاهلي اكنك بتدافع على بيتك بالظبط. فالروح دي لازم تكون موجوده والاصرار يكون موجود والعزيمه تكون موجود، ما تفقدش ابدا احساسك بالمكان ولا باهميته، وما تفقدش ابدا ثقتك في ربنا وثقتك في تاريخك وثقتك في شخصيتك وثقتك في زمايلك حتى لو باقي 5 دقائق. يعني المباراه كانت بتتكلم ب 76 او 77 دقيقه، يعني انت متاخر بهدف، لكن احنا قاعدين على الدكه من الرغبه اللي بنشوفها على فكره. أيوة. يعني من الرغبه اللي بنشوفها، يعني حتى لما حسب كابتن ابراهيم نور الدين 4 دقائق انا قلت يعني 4 دقائق انا كنت عايزهم 5، كان نفسي 5 يعني، لكن الفرق الدقيقه ده يبان ان هو مش مؤثر، لكن بالنسبه لي انا 60 ثانيه في عالم كره القدم يعني كتير جدا، اصلا عشان تحضر لفرصه ولا حاجه ممكن تاخد من 10 ل 12 ثانيه ماكسيمم يعني، فالحمد لله على كل شيء. كابتن سيد معلش هاخدك القرعه الافريقيه امبارح لما عرفت ان احنا النادي الاهلي هيلاعب نادي سان داونز، كان احساسك ايه؟ بص ال8 فرق السنه دي الحقيقه يعني كلهم ابطال وكلهم اقوياء جدا، يعني فمشوارك عشان تاخد بطوله يعني هتعدي، مش هتنقي انت ومش هتختار انت مين اللي يبقى معاك، هي مباراه قويه جدا. لكن لما وقعت القرعه الحقيقه برضو كان من الحاجات اللي قلقاني جدا على المستوى الشخصي ان الناس كلها يعني اتجهت لمباراه سان داونز ونسيت ان عندنا احنا هنا قبل مباراه سان داونز عدد محطات كبيره جدا وقويه جدا من شانها انها تبقى اعداد كويس قوي واجواء كويسه قوي تخش فيها سان داونز، ولو ما خدش الموضوع ده بشكل ايجابي هيبقى العكس يعني اثر سلبي، منها مباراه النهارده على فكره. مهم جدا ان انت الناس كلها اتكلمت في سان داونز وناسيه ان احنا عندنا مباراه النهارده قويه جدا في الدوري، وناسيه ان احنا عندنا كمان يعني بعد 4 5 ايام مباراه ثانيه وبعدين مباراه ثالثه وبعدين سوبر وبعدين مباراه في الدوري لو مع الزمالك لو اتلعبت. يعني انا بالنسبه لي في محطات كتير قوي، لسه عندي 20 يوم او 22 على مباراه سان داونز، صحيح هي مباراه قويه جدا 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 لكن لسه في المحطات دي بتساعدك ان انت تخش اجواءها وهي شكلها كويس يعني، فكان لازم يبقى في فكر ايجابي وتحضير كويس. ومن الحاجات اللي كانت قلقاني النهارده ان ممكن يبقى الناس واخده بتتكلم في سان داونز وناسيه ان احنا عندنا مباراه كبيره زي مباراه بيراميدز النهارده. طب كابتن سيد، كان هناك مطالبات ان يتم تاجيل مباراه الزمالك يوم 24، ولكن طلع اتحاد كره القدم وقال في بيان انه لن يتم تاجيل هذه المباراه، هل جالكم اي مخاطبات رسميه؟ انا عندي جدول ملتزم بيها في السيستم يعني، لا انا ما فيش مشكله الا لو كان في حاجه على المستوى الامني يعني حاجه بالنسبه لنا دي ما نقدرش نبص فيها يعني، لكن انا بحضر لمبارياتي، بحضر لماتشاتي سواء كان في محليا او افريقيا. والله كان في راي تاني ولا حاجه يعني خارج عن ارادتنا، انا مش انا اللي هتدخل فيها، لكن عايز ااكد بس يعني مباراه سان داونز مباراه قويه جدا ومهمه جدا وفي ربع نهائي او في ربع البطوله الافريقيه، لكن في النهايه احنا عندنا ماتشات كتير قبليها فلازم نفكر فيها بايجابيه. طيب كابتن سيد معلش طمنا اخيرا على رمضان صبحي. رمضان يعني كان قبل ما نسافر السودان في احساس بعدم اكتمال الشفاء بشكل كبير قوي يعني زي احساس ان انت لعيب 100%، ففضلنا ان يبقى ما فيش دفع دي يعني في 3 ايام او 5 6 ايام اللي جايين كمان، يعني ممكن رمضان يبقى معانا من يوم 11 او يوم 12 على اقصى تقدير، لكن احساسه برجليه مش هو الاحساس ال 100%. نزل معانا يوم الثلاث سوري يوم الاربع ونزل معانا يوم الخميس، لكن لما اتكلمنا معاه يعني احساسه بيقول لك انا مش احساسي مش كامل 100%. فعشان كده فضلنا ان يبقى فيه يعني لا راحه اكثر، احنا محتاجينه في مرحله مش عايز اقول اصعب من اللي احنا فيها، لكن ممكن تكون قويه جدا، مرحله السوبر بتاع الزمالك، مرحله دوري ابطال افريقيا، وده كان الهدف الاساسي من راحته ال5 6 ايام اللي جايين. واعتقد ان المزق في الخلفيه كابتن سيد بيقعد من 7 ل 8 اسابيع، وبالتالي هو ميعاده ان هو ينزل بعد يوم 10 ان شاء الله الرحمن باذن الله، على يوم 11 12 13 على اقصى ترتيب باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سيد والف الف مبروك. ربنا يخليك حبيبي. شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي. يعني مكالمه سريعه جدا يا كابتن بلال، ما لحقتش ابارك لكم، مبروك. ده انا في حاجه بس عايز احكيها لك على اليو. انا كل شويه هنتلخبط اليو. كنت بكلم سيد حفيظ بعد مباراه الهلال ببارك له في التليفون،
وبهزر معاه بقول له كنا بنتفرج على المباراه في التلفزيون، فشفت اول واحد بيجري بعد الضرب ما اشتغل، شفتك والكاميرا جت عليك. فضحك قال لي لا يا ريت الموضوع على قد كده. بقول لي ده اول ما الضرب اشتغل لقيت واحد اسمر كده ما شاء الله جسمه قوي، فرحت استخبيت وراه. فبقول لي بعد دقيقه كده ببص لقيته اليو ديانج. اليو ديانج ولا بادجي؟ لا اليو ديانج. اليو ديانج. ولقيت واحد كده، فبقول لي شكلي كان قدامه وحش قوي كمان. الف مبروك. 3 نقاط هامه جدا الحقيقه بلال. اسامه كريم 3 نقاط يواصل بيهم النادي الاهلي صدارته لجدول الدوري، وطعم المكسب حلو برضه. جدا بصراحه. يعني في وانت بتكمل مسيرتك او انت بتشتغل اسلام بتلاقي فرق كبيره امكانياتها كبيره. دي وارد جدا في كره القدم، وانت بتلعب اكيد مش كل الفرق زي بعضها طبعا. في فرق عندها امكانيات وقدرات وعندها مدير فني بتعرف تشتغل كويس قوي، تمام، ودي وضع طبيعي انك يعني مش هتعاني معاها، ولكنك هتشتغل المباراه يعني هتبقى هيد تو هيد. يعني المباراه انت هم عندهم اسماء كبيره برضو ولاعيبه عندها خبرات وعندها امكانيات، ولاعيبه لعبت منتخب مصر قدام النادي الاهلي. السبريت بتبقى عاليه جدا. النهارده نازلين بطريقه لعب مختلفه عن الطريقه التقليديه اللي بيلعبوا بيها. انت دايما الاسهل في كره القدم انك تنزل تدافع، الاسهل في كره القدم انك تشتغل مان تو مان او وتراقب، الاسهل في كره القدم ان انت تحاول تحافظ على شباكك نظيفه. لكن الاصعب في كره القدم انت ازاي تدور على انك تسجل هدف، ازاي تدور على انك تخترق، ازاي تدور على انك تصنع فرصه. هي دي الصعوبه في كره القدم. النهارده الحقيقه بيراميدز يعني او الاهلي بيلاعب بيراميدز النهارده بشكل مختلف شويه. انت عايز بتدور على انك تخترق طول الشوط الاول، انك بتدور انك تخترق، ازاي تسجل هدف، ازاي تحاول ان انت تفك الطلاسم الدفاعيه اللي موجوده قدامك دي، تلعب على الاطراف شويه. في اكتر من كره اتيحت للنادي الاهلي في الشوط الاول كان ممكن يعني بشويه تركيز اكتر من كده انك تستغلها بشكل جيد. تحركات مروان يمكن كانت المفترض تبقى اسرع من كده شويه، تبقى افضل من كده شويه في الشوط الاول، ولكن الهدف حتى اللي جه ما كانش ينم عن سير المباراه. الهدف اللي جه كره ضربه ثابته اتلعبت، طلع من غير رقابه كمان، علي جبر طلع لقى نفسه فاضي حطها. هدف لبيراميدز حطك تحت ضغط فتره طويله. انت دايما وانت بتحاول تسجل اهداف وانت بتحاول تكسب وانت بتحاول في الدقيقه 54 كمان في توقيت برضو صعب شويه، وانت بتحاول تخترق وفجاه تلاقي نفسك يعني تاخرت بهدف، بيخلي عليك ضغط كتير يا اسلام. ده اللي حصل مع النادي الاهلي في مباراه النهارده، انه اتضغطت كمان بعد ما تسجل فيك الهدف. الحقيقه يمكن فايلر النهارده التغييرات البدري قوي اتاحت لك فرصه ان اللعيبه تدخل في الجيم بسرعه. يمكن لو التغييرات دي اتاخرت 10 دقائق كان ممكن ما يقدروش يدخلوا. يعني احنا دخلنا في الجيم في الدقيقه 75 او الدقيقه 74، لو التغييرات دي اتاخرت شويه كان ممكن تدخل في الدقيقه 85 ما تلحقش حتى تسجل الهدف الثاني، او ممكن كمان ما تلحقش تسجل هدف التعادل. لان انت طول ما انت متاخر، طول ما بيراميدز عنده ثقه في نفسه، طول ما بيقفل دفاعاته بشكل جيد. الاثنين الاليو النهارده، الدبل اليو النهارده يمكن عملوا معادله جيده، اسيست وجول واسيست. فالنهارده عملوا شغل كويس قوي. معلش يا بلال عشان معانا كابتن سامي حسام مدرب النادي الاهلي بعد فوزه اليوم بثنائيه مقابل هدف وحيد. كابتن سامي الف مبروك. مبروك عليك يا كابتن اسلام، وطبعا سلام لضيوفك كابتن بلال. مش عارف مين مع حضرتك تاني والله. كابتن بلال، كابتن اسامه، كابتن كريم. كابتن اسامه عربي؟ كابتن اسامه حسني. كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ مبروك يا كابتن سامي. مبروك عليك يا كابتن، ومبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. مباراه مهمه جدا لينا، والحمد لله بالتاكيد لحالتنا وتاكيد للحاله اللي اللعيبه كانت فيها، واللي تصميمهم ان هو عايزين يخلصوا ان شاء الله كل المباريات كده يعني. فالحمد لله، الحمد ربنا على النتيجه والاداء الحمد لله. كابتن اسامه، النادي الاهلي الشوط الاول يعني ما كانش كويس الحقيقه في الشوط الاول، ما راحش للجون نادي بيراميدز بشكل كبير زي ما كنا متعودين دايما يا كابتن سامي انا اسف. فايه رايك في سير المباراه سواء في الشوط الاول او الشوط الثاني اللي اتغير بشكل كبير جدا؟ مباراه زي ما انت قلت، الشوط الاولاني فعلا ما كانش عندنا حظوظ كويس، لكن شفت اسلوب لعب بيراميدز كان متحفظ جدا، بيلعب قافل اجواءات. النهارده بيلعب بالاثنين باكين، سواء حمدي وطارق طه عشان يقفل الجبهه، سواء من عند فتحي ونفس القصه الناحيه الثانيه اسلام ورجب بكار. طبيعي انت بتلاعب خصم كابتن اسلام بيشتغل على الحاجات القوه بتاع المنافس اللي قصاده، بيشتغل على الحاجات اللي عنده، فكان ده طبيعي. رغم كده احنا كان عندنا برضه فرص، كان ممكن نخلص المباراه من بدري، لكن الحمد لله اللي انت ترجع المباراه وتطمن. اعتقد ان دي شخصيه لعيبه النادي الاهلي وتصميمهم ان هم يخلصوا المباراه. اعتقد الحمد لله كان ربنا الحمد لله الحظ حالفنا. وطبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي. انا كنت عارف ان دي ماتش مهم جدا يعني، هم محتاجين الماتش دوت مكسبهم.
واحنا الحمد لله اللي كنا عند اللعيبه كانت عند الثقه، ونتمنى ان شاء الله الاستمرار في اللي جاي ان شاء الله. تغييرات يا كابتن سامي النهارده كانت تغييرين دفعه واحده وبعد كده كهربا في الدقائق الاخيره، يعني برضو اشرح لنا اسباب التغييرات. انت كنت متاخر، كان طبيعي جدا لازم تشتغل كده، لازم وليد، انت عارف وليد بيعمل كفه كويسه، راجل بيقدر يشتغل على الجون كويس، راجل بيقدر يعمل لك الفرود الثاني بيقدر يعملها كويس، فاضي نفس القصه، روح جديده وواحد عنده دوافع اللي هو يقدم مستويات كويسه، يقدر يلعب بالكره العاليه كويسه برضه نفس القصه. فاعتقد الحمد لله في نفس الوقت التغيير الثالث كان كهربا برضه نفس القصه، راجل بيقدر يلعب على الجون، بيقدر يجيب جون. فاعتقد اللي كانت تغييرات كلها هجوميه، وكان ده يعني اعتقد ان ده تفكير الراجل دايما، اللي هو دايما بيفكر هجومي، وده حاجه ايجابيه الحمد لله. طب هل تغيير كهربا اتاخر شويه؟ يعني هو نازل في الدقيقه 85 اعتقد او 86 كمان. يعني انت عارف انت بيبقى احساس تغيير 85 وتوقيت، يعني انت بتستنى شويه، بتستنى وقت كتير قوي على حسين، عشان انت عارف الحسين في اي وقت ممكن يكون برضه من اللعيبه المميزه جدا على الجون. لكن اعتقد ان الحمد لله طالما كابتن كسبنا الحمد لله، اعتقد ان كل الامور هتبقى كويسه، وان شاء الله نفكر في اللي جاي ان شاء الله. كيف ينظر الجهاز الفني لمباراه سان داونز؟ لسه كابتن، لسه حضرتك يا كابتن اسلام عارف ان احنا بنشتغل كل واحده، كل ماتش بوقت. احنا لسه عندنا ماتشين مهمين جدا، نفكر في بعد كده نفكر في سان داونز. زي ما النهارده كان اهم حاجه عندنا ان احنا نكسب المباراه النهارده، مهم جدا بالنسبه لنا، مهم جدا عشان نكسر حته اللي الفرقه حظها عالي علينا. بالعكس، ان يمكن الماتشات اللي قبل كده السنه اللي فاتت برضه كنا احنا متفوقين في اوقات كثيره من المباراه، وما كانش ربنا بيكتب المكسب يعني. لكن اعتقد الحمد لله النهارده ربنا كلل جهودنا، لان الناس بتشتغل كويسه، كل الناس بتشتغل كويسه، سواء اللعيبه عندها تصميم تعمل حاجه كويسه لجمهورها وتعمل حاجه كويسه لنفسها. فاعتقد الحمد لله ان احنا هنفكر في ماتش سان داونز ان شاء الله، لكن الماتشات دي اعداد كويس ليها، اللي انت بتبقى بتلاعب فرق مميزه زي بيراميدز النهارده، وبتقدر ترجع اللي انت هتلاعب ماتش مهم جدا زي السوبر، وتقدر ان شاء الله تشتغل فيه كويس، ويبقى بروفه كويسه لماتش سان داونز. لكن هنمشي يا كابتن واحده واحده ان شاء الله يعني. انا عاوز اطمن جمهور النادي الاهلي ان الناس كلها بتخلص والناس كلها بتجتهد، وان شاء الله ربنا يرضينا. اخيرا يا كابتن سامي، هل من الممكن ان نرى في المباريات القادمه للنادي الاهلي سياسه التدوير؟ هو شغال عليها فتره طويله خلال الفتره اللي فاتت، ولكن المباريات القادمه مباريات صعبه جدا. هو زي ما حضرتك قلت، انت الراجل بيشتغل على كده كتير. يمكن الماتش اللي فات كان انت بتشوف تاني وبتشوف فتحي النهارده، الماتش اللي فات كان ايمن، والنهارده نفس القصه، علي معروف بيرجع تاني، متولي بيخش، باجي النهارده الحمد لله بيبقى ليه دور، كهربا بياخد فترات كبيره من المباراه، وليد سنتناب. يبقى اعتقد ان احنا الراجل ماشي على كده بالسياسه ديت، يعني لانك انت محتاج كل اللعيبه، وعندك لعيبه الحمد لله عندها حلول كتيره، وبتخلق منافسه بين اللعيبه عشان يبقى لان اللي كسبان في الاول والاخر هي الفرقه يعني. فاعتقد ان هو الراجل ماشي بالسياسه ديت، والحمد لله ربنا موفقه فيها، وان شاء الله نكمل فيها ان شاء الله، ونحقق ان شاء الله كل البطولات للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن سامي قمصان المدرب النادي الاهلي. طبعا يعني كلام، انا طبعا قاصد ان انا اسال في موضوع سان داونز مع انه مش وقته واحنا عارفين هذا الكلام، ولكن لان ناس كتيره جدا اكيد بتسال حضراتكم طبعا ايه رايكم في سان داونز، ويعني انا حتى ما اتكلمتش معاكم قبل المباراه على هذا الموضوع، لكن انا سايبه لما بعد المباراه. انا قاصد ان انا اسال لانه جمهور النادي الاهلي لازم يعرف ان الفتره القادمه هي فتره صعبه جدا جدا جدا. عندنا مباراه طلائع الجيش، المباراه القادمه مباراه صعبه ومهمه. مدير فني كابتن عبد الحميد بسيوني بعد كابتن طارق يحيى عامل شغل كبير جدا مع طلائع الجيش، كسب المباراه السابقه 4-0 باداء رائع. بعد كده عندنا مباراه المصري، بعد كده عندنا الزمالك، بعد كده عندنا الزمالك في السوبر، وبعد كده عندنا الزمالك في الدوري. فانا كنت قاصد اسال الكابتن سيد واسال الكابتن سامي عشان الجمهور يسمع من المسؤولين جوه الفرقه قد ايه ان اللعيبه مش مركزه غير دلوقتي، يعني حاليا مش مركزه غير في المباريات او من تتابع المباريات. خلاص المباراه خلصت، هنفرح النهارده، هنبتدي بقى نفكر في مباراه طلائع الجيش يا بلال. بص يا كابتن اسلام، في فرق وانت بتتكلم ما بين المسؤول وما بين الراجل المتفرج او الراجل المشاهد او الراجل او المحب. احنا النهارده ممكن نتكلم على سان داونز، احنا النهارده في الاستوديو نتكلم على سان داونز امكانيات الاهلي، لان خلاص انت بره الفيلد، انت بتبص من بره بس، انت وجهه نظرك ان الاهلي ماشي بشكل كويس في الدوري العام. طب لا انا مش هرجع لك تاني بقى عشان انا كل ما اكلمك بس كويس برضه. خلينا نروح لواحد من نجوم هذه المباراه، كابتن محمود متولي. متولي ازيك؟ الحمد لله كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبي. حضرتك جدا، وكابتن احمد بلال وكابتن احمد وكابتن اسامه حسني وكابتن كريم سعيد بيسلموا عليك.
سلم لي عليهم كتير يا كابتن بصراحه بحضرتك. الف مبروك يا محمود. النهارده مباراه صعبه جدا ولكن في النهايه استطاع النادي الاهلي ان يفوز ب3 نقاط غاليه جدا يا محمود. طبعا الحمد لله كابتن على المباراه، طبعا المكسب كنا محتاجينه جدا في ظل ان احنا عندنا حافز كبير ان احنا السنه اللي فاتت خدوا ماتشاتنا كلها، وده كان حافز كبير لينا. يعني مش هنقول ضغط، هنقول ان هو حافز، والحمد لله ادينا مباراه كويسه وخدنا 3 نقط. الو. ايوه كابتن حضرتك. طيب متولي، اصعب وقت في المباراه كان ايه؟ يعني يمكن الشوط الاول ما كانش فيه هجمات كثيره على النادي الاهلي، ولكن حتى في الشوط الثاني، ولكن اصعب وقت بالنسبه لك في المباراه كان ايه؟ يمكن يا كابتن دايما بيبقى الاصعب لما تستقبل هدف، لكن احنا دايما بنقول نتعب ونجتهد ونعمل اللي علينا ونسيب الباقي على ربنا. والحمد لله ربنا كرمنا تعادلنا، ده كان مهم في الاول، وبعد كده جبنا هدف في المكسب. الحمد لله ربنا كرمنا على قد تعبنا. انطوي تعبك النهارده ولا لا؟ مين؟ انطوي بقول لك تعبك النهارده؟ اكيد لعيب كبير طبعا، والفريق كله فريق محترم جدا، تكتيك محترم جدا. طيب متولي، تغيير المركز من وسط الملعب للمدافع، هل ده بيفرق معاك او بيأثر فيك بشكل ايجابي او سلبي؟ يمكن يا كابتن يعني بتفرق مع اللعيب، المنتاليتي او طريقه التفكير بتفرق جدا لما تكون المفروض بتلعب في اكتر من مركز. لكن في الاول وفي الاخر انت بتبقى حاطط في دماغك ان المدير الفني هو ليه الحقيه ان هو يطلب منك هتأدي فين او هيحتاجك فين في مباريات معينه. لازم يبقى عندك مرونه في ان انت تتعامل مع المدير الفني بتاعك في اختياراته يعني. الحمد لله يمكن الموضوع بيبقى مختلف شويه من بوزيشن لبوزيشن، بس الحمد لله يعني بحاول ادي على قد ما اقدر، افرق بين واجبات كل مركز. محمود، وانت في الملعب كنت حاسس ان النادي الاهلي هيكسب؟ والله يا كابتن انا عندي يقين من قبل الماتش. يمكن انا لعبت بيراميدز السنه اللي فاتت وانا في الاسماعيلي احرزت هدفين في كل مباراه، دي كانت حاجه يمكن محسساني شويه، مخلياني متفائل من ماتشات بيراميدز. يمكن احنا النهارده عملنا جيم كويس قوي، خصوصا الشوط الاول. كان المفروض ان احنا نحط يعني نحرز هدف او 2 في الشوط الاول، كانوا يريحونا جدا في بدايه المباراه. لكن الحمد لله احنا عملنا كده في الشوط الثاني. يمكن استقبال الهدف ده كان وقت صعب، لكن لازم نحط في دماغنا ان احنا كل ماتش هيبقى ليه ظروف معينه. حتى لو استقبلنا هدف لازم يبقى عندنا مرونه ومنتاليتي تساعدنا ان احنا نتعادل ونرجع للمباراه تاني. الطموحات كبيره جدا السنه دي يا محمود، يعني يمكن انت اول سنه في اول السنه اول لما جيت خدنا السوبر، اعتقد ان احنا عندنا طموحات كتيره وبطولات كتيره في خلال هذا الشهر يعني. اكيد طبعا يا كابتن، يعني زي ما قلت لحضرتك اول مره تقابلنا انا قلت لحضرتك ان انا محتاج ان انا اعمل لنفسي تاريخ، ويمكن الحمد لله كان من اول الحاجات اللي عملتها كان بطوله سوبر. عندنا بطوله سوبر جايه في الطريق، لازم نركز فيها جدا لان دي هتحسب لي تاني بطوله ليا مع النادي الاهلي. ايوه اكيد في طموح كبير يا كابتن ان انا اعمل لنفسي اسم واعمل لنفسي تاريخ في النادي. تمام. تركيزكم طبعا في المباريات القادمه، عندنا لسه 4 مباريات لحين ما نلعب ان شاء الله في دور الثمانيه مع سان داونز، ولكن تفكيرك بقى في مباراه سان داونز، او اول ما عرفت امبارح ان احنا هنلاعب سان داونز كان تفكيرك ايه؟ يعني بصراحه يا كابتن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. يمكن انا من الناس اللي بتفكر في الخطوات، ما بسبقش الاحداث. كويس جدا. بفكر في خطوه خطوه. يعني يمكن عرفنا امبارح، بس كانت مجرد معلومه بالنسبه لي يا كابتن ان انا هلاعب في دور الثمانيه فريق سان داونز. هي كانت مجرد معلومه، لكن ما خدتش من تركيزي في مباراه النهارده اي حاجه. كويس جدا. انا بشكرك جدا يا محمود، والف الف مبروك على ال3 نقط دول. شكرا لحضرتك يا كابتن، برحب بظروف حضرتك تاني. شكرا جزيلا محمود متولي. مش هرجع لك بقى تاني. لا خلاص ما تجيش تاني. اروح لاسامه عشان يتكلم هو كريم. يعني كلام منطقي الحقيقه، من سواء من الكابتن سيد او من الكابتن سامي او من محمود متولي. يا اسامه، هو كمان رينيه فايلر بطبعه بقول انا بشتغل على مباراه يعني ما تقدرش تقول لي. ودي السؤال ده اتساله كتير كمان في المؤتمرات الصحفيه لما كانوا بيسالوه عن حاجه لسه بعد شهر او شهرين او حتى بعد 15 يوم، بقول انا دايما بشتغل على المباراه اللي جايه. خلاص احنا فرحنا النهارده، نبدا نقفل صفحه بيراميدز من بكره وتفكر في صفحه طلائع الجيش، تدرس طلائع الجيش، تشوف نقط الضعف ونقاط القوه،
تقدر تشتغل على المباراه اللي جايه. بقول دايما الاهم عندي هي المباراه القادمه. انت عندك مباراه طلائع الجيش، عندك بعدها المصري، كلها مباريات قويه. بعدها السوبر بقى، السوبر تبقى بطوله لها حسابات خاصه، دايما مباراه كبيره الاهلي والزمالك، بعدها ايضا مباراه في الدوري. فانت النهارده صن داونز اللي انا اتمناه ان شاء الله من هنا لما توصل يعني كل مباراه ان يكون لعيبه النادي الاهلي سليمه. هو ده الشيء اللي انا بتمناه، ما يبقاش عندك اصابات. حتى المباراه اللي جايه، حتى مباراه السوبر، حتى مباراه صن داونز، ان يكون كل اللعيبه تحت ايدي ريني فايلر عشان يديله امكانيه اكبر، يحط تشكيله كويسه، يبقى عنده بدائل كويسه. فانت عندك ماتشات كويسه قويه. فالنهارده هو مطالب ايضا بعمليه تدوير اللعيبه. الروتيشن ده هو مجبر عليه، يعني مش بمزاجه انه عايز يغير، لا هو مجبر عليه. ماتشات تقيله وكل 3-4 ايام مباراه، فانت النهارده مش عايز يعني تخسر لعيب لا قدر الله الاصابه، فانت لا تريح. النهارده شفنا النهارده ياسر ابراهيم جاهز، كان بيقدم المباراه اللي فاتت، دخل ايمن اشرف وعمل الروتيشن بتاعه. محمد هاني دايما بيعملها ناحيه الشمال، محمد هاني واحمد فتحي بتشوف ناحيه اليمين، ناحيه اليمين، مباراه ومباراه. فهو يعني قادر يحط التشكيله بتاعته كويسه. والنهارده برده بنحيي ريني فايلر، بالرغم النادي الاهلي ما بداش البدايه القويه، ما كانش عنده الشراسه القويه في النواحي الهجوميه، لكن كان هو الاخطر على مدار 90 دقيقه. بيراميدز النهارده بيدافع بشكل صريح وشكل كبير، هو عارف خطوره النادي الاهلي. النهارده كورتين اللي وصل بيهم لمرمى محمد الشناوي، الكره الاولى كانت من ركنيه، كره ثابته جابها علي جبر، والثانيه برده بحال محمد الشناوي تصدي رائع. هو ده النقطه اللي حولت المباراه وخلت المباراه ترجع تاني للنادي الاهلي. تصدي محمد الشناوي لكره علي جبر، لكن النادي الاهلي على مدار 90 دقيقه هو الاخطر، هو الافضل من ناحيه السيطره، هو اللي عنده انتشار. اللي ما ادكش المباراه من اولها هي حته دخول اللعيبه، انك يبقى عندك الشراسه الهجوميه من حسين الشحات وقفشه واجاي ومروان محسن، كانت الخطوط متباعده، الضغط ما كانش منظم. لكن النادي الاهلي ابتدى المباراه او بدا يدخل في المباراه بدايه 75، بقت مباراه ثانيه للنادي الاهلي، ظهرت فيها بقى روح الفانيلا الحمراء، ظهر فيها اداء اللعيبه، ظهر فيها انك انت لما تبقى انت النهارده خسران وبتحول خسارتك قدام فرقه محترمه. السنه اللي فاتت كان ليها مواقف معاك، السنه اللي فاتت بتكسبك 3 مباريات، فاللعيبه بتلعب 90 دقيقه كلها، وده يعني متاثر نفسيا. دايما توابع السنه اللي فاتت في نفسيه اللعيب، فبدا يتحرر في الدقيقه 75 لعيبه النادي الاهلي تشيل الضغط من عليها. الهدف الاولاني، وكنت بقول لك في بدايه الاستوديو ان احنا الكرات الثابته عايزين نستغلها. الهدف الاول من كره ثابته، بالرغم انها ما جاتش من مباشره في مرمى المهدي سليمان، لكن الكره الثانيه كان الانتشار جيد على ال 18 من بره. برضو الكره الثانيه الانتشار كان جيد. انت النهارده في ناس في 18 والانتشار بتاعك الكره الثانيه، الكره المهمه جدا خاصه في الكرات الثابته، كان النهارده ليها دور مهم جدا. بنبارك للنادي الاهلي على 3 نقاط مهمين جدا 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 في مشوار الدوري. والثلاث نقاط دول يعني ان شاء الله لو النادي الاهلي انهى الدور الاول بهذا الشكل، ان شاء الله نقدر يعني يبقى خطوه مهمه جدا في حسم الدوري ان شاء الله مبكرا. الحاجه الثانيه قبل ما تروح لكريم برضو يعني عايز اقولها لك. اتفضل. النهارده لو يعني لو كل ولي امر عايز يحفظ ابنه جدول الضرب بتاع 3، يجيبه جنبه ويقعدوا ويتفرجوا على ماتشات الاهلي. النهارده المباراه الاولى 1 في 3 بكام؟ 3. ثاني مباراه 2 في 3 بكام؟ ب6. النهارده احنا وصلنا لمباراه 13 ب 39 نقطه. فكل واحد يعني كل اب او ام عايز يحفظ ابنه جدول ضرب 3 ياخده يقعده ويجيب له جدول المباراه بتاعت الاهلي وهو هيحفظه بسهوله. ده بعد كده ناس كتيره مش هتحفظ جدول المباريات، مش جدول المباريات، جدول الضرب. طيب كريم، انا عايز اسالك عن، وجالي سؤال فجأة كده، هل ممكن تكون أحداث مباراة النادي الهلال السوداني أثرت بشكل أو بآخر على الشوط الأول في مباراة النادي الأهلي وبيراميدز؟ والله يا كابتن إسلام طبعا، وأنا شايف أول 20 دقيقة من النادي الأهلي لم تكن سيئة. أول 20 دقيقة طبعا احنا فوجئنا بصراحة، تشاتشت لعب ب 4-1. انا فوجئت بصراحه بمركز اسلام عيسى. احنا كلنا قبل كنا الاستوديو بنتكلم ان اسلام عيسى هيلعب تحت جون انطوي عشان يعمل عمليه الربط. كان بيلعب ثالث، كان بيلعب على الطرف ده. كان انا خليني اقول لك رقم غريب جدا. اسلام عيسى استلم الكره في الشوط الاول 6 مرات. 6 مرات ما جاش، مش موجود. بلاي ميكر بتاعك مش موجود. بالتالي نادي بيراميدز الشوط الاول 0 هجمات على مرمى محمد الشناوي، مفيش ولا هجمه.
النادي الاهلي في بدايه الشوط عمل اللعبه اللي كنا بنتكلم عليها، الكره الثانيه اللي هي اتعملت في ماتش الهلال في الجون الاولاني بتاع حسين الشحات، واللي اتعملت في جون الهلال في السودان. اتعملت مع مين؟ اتعملت مع اجاييه. كان في كوره ثابته للنادي الاهلي اتلعبت، ارتدت، اجاييه فضل عمل حركه حسين الشحات اللي احنا اتكلمنا عليها، قعد يسحب نفسه واتلعبت، وراح هو حطها بليسنج كده، كانت حطها حلوه بصراحه، بس كانت ضعيفه شويه، فمهدي سليمان قدر يخرجها. اتعملت الكوره دي مره ثانيه لحسين الشحات في الجبهه الاخرى، بس برده ما كان فيش تركيز. انا متفق جدا مع كابتن سامح حسني في حته، كان في عامل نفسي كده، تحس اللعيبه ملعب دفاع جوي وبيراميدز احنا ذكرياتنا سيئه. يعني مش مباراه الهلال، لا خالص. لا الاهلي بدأ كويس جدا، الاهلي كان بادئ بشكل جيد، وبرده كابتن حبيب قال نقطه مهمه، مش كل الفرق نفس المستوى. اكيد طبعا نادي بيراميدز فنيا ومهارات فرديه اعلى بكتير من نادي الهلال، طبعا لا مقارنه. طبعا بتتكلم هنا اللعيب بصراحه علي جبر دافع فعلا تقيل، دافع فعلا تقيل جدا، ان هو ياخد كورتين في ماتش واحد قدام النادي الاهلي بالشكل ده، ودافع مميز. وكمان الكرات الثنائيه كانت مع علي احمد ايمن منصور لحد ما كان يعني كان متنرفز قوي، وكان ممكن نلعب عليه بشكل ازيد طول ما انت بتشوف ان هو متنرفز. بس النادي الاهلي اول 20 دقيقه لما النادي الاهلي حسيت ان اللعيبه فشلت في ان هي تجيب المرمى، بدات لعيبه نادي بيراميدز تقفل في الدفاع بشكل اكبر. والنقطه مهمه، تشاتش برده ما لعبش بدفاع متقدم قوي، الضغط كان بيبدا من نص الملعب. جون انطوي زيرو هجمات الشوط الاول، ما فيش. ليه؟ عشان الشكل الدفاعي كان دي الكوره دي طبعا التصدي بتاع محمد الشناوي الاكثر من رائع. محمد الشناوي بصراحه فعلا يعني التصدي ده واحد من اصعب التصديات اللي ممكن اي حارس يعملها. وبالتالي الشوط الاول ربما النادي الاهلي لو كان قدر يجيب هدف في بدايه المباراه كانت الدنيا اتسهلت والعامل النفسي ده اختلف. لكن انا بشوف ان بيراميدز خالص، يعني خليني اديك مثلا برضو رقم تاني مهم. نادي بيراميدز الشوط الاول 30 كوره طوليه من الدفاع للامام، 30 كوره طوليه. الشوط الثاني بقى المجمل 61 كوره. يعني نادي بيراميدز النهارده زي ما كابتن سامح حسني قال، كل هجماته من الضربه الركنيه اللي جت والضربه الثابته اللي اتعملت علي جبر. والنادي الاهلي اعتقد ده نجاح لمين؟ نجاح لفايلر. ان انا نادي بيراميدز اللي عنده هذا الكم من اللعيبه اللي بتلعب تمريرات قصيره كويسه، ما حدش لاعب ليه؟ نقفلك نص الملعب. طبعا اليو ديانج ده احنا محتاجين له حلقه عشان بس اقول لك ارقامه. اليو ديانج 34% من تمريراته اماميه، ما بيلعبش باك باس. كام بقى؟ التمريرات الخلفيه عمل 6 تمريرات من 44 تمريره. عشان كده الناس بتحب اليو ديانج، ربما ما حدش بيركز معاه في الارقام، لكن الرقم هو يعرفك انت بتحبه ليه. ليه؟ تمريراته اماميه كلها طوليه. وكمان كانت بيعمل حركه حلوه قوي لما بيستلم الكوره، بيعمل فنت كده صغير عشان بدل ما يستلم الكوره وشه لمحمد الشناوي يستلم الكوره ويلف هو في ثانيه ويروح للمرمى زي ما كنا بنتكلم على قفشه. كل دي مهارات بتخليك انت وانت بتتفرج فرحان باللعيب ده، مطمن. قال لي اتفضل يا كابتن. حاجه ثانيه سيبك طبعا حته افساد الهجمه. طبعا اول ما عايز يبدا يطلع نعم المرتده بتلاقيه بيفسد الهجمه. بسم الله ما شاء الله في كل يعني بسم الله ما شاء الله يعني طبعا. فهو طبعا ويتكمل طبعا للكابتن ده سامح حسني ان هو قال بيفسد الهجمات. اليو ديانج كسب 20 كوره ثنائيه قدام نادي بيراميدز نص الملعب. فده رقم كبير جدا، بنتكلم للعيب بيلعب كهاف ديفندر. وبالتالي انا بشوف ان النهارده النادي الاهلي اول 20 دقيقه كنت تقدر انت تجيب هدف مبكر كان يكسر لك الجزء النفسي. بس برضه نقطه مهمه برضه نعرفها ان رينيه فايلر تغييراته والتوظيف، مش التغيير بس، التغيير بالتوظيف. بمعنى كهربا في الكره بتاعه الركنيه كان مركزه ايه؟ مهاجم صريح. يبقى انت النهارده حطيت كهربا في المركز المهاجم الصريح، وخليت اليو بادجي بيتطرف شويه عشان تستغل سرعه كهربا ما بين علي جبر وبين احمد ايمن منصور. أيوة. وفعلا الكوره دي بس لو طويله سنه كهربا خد بينالتي صح. فانا اعتقد رينيه فايلر فعلا كان فيه هدوء مع التعامل، ان احنا اول مباراه للنادي الاهلي في الدوري يتاخر. دي اللي انت بتتكلم عنها يا كريم. دي اللي انت بتتكلم عنها. ودي اعتقد انا لو حضرتك هي الجون بالظبط. لو عايزنا لو برضه نشرح للساده المشاهدين اتفضل. الازمه حصلت ليه. لو خدت بالكم كابتن ابراهيم نور الدين حسب الكوره دي ضربه مرمى. فلاعيبه نادي الكوره معلش ممكن بقى انت شرحتها. نعم. اشرح لي برضه. أيوه. لماذا كان هناك اعتراض؟ طبعا هي حاجه ما تخصش النادي الاهلي، ولكن برضه جمهور النادي الاهلي يفهم. تحرك رائع من كهربا صراحه، كهربا فظيع بس حلو قوي. نشرح ليه. بصوا هنا الكابتن ابراهيم نور الدين شاور ضربه مرمى. كهربا ما كانش بيطالب خالص بركله الجزاء، هو كان بيطالب بان ضربه ركنيه، هو اللي لمسها، بيشاور على لعيب نادي بيراميدز هو اللي لمسها. لعيبه النادي الاهلي راحوا خدوا الكره بسرعه لما الحكم ابراهيم نور الدين بص للمساعد، المساعد قال له ركنيه. فلعيبه النادي الاهلي طبعا ذكاء كبير جدا ان خدت الكره وسبت لعيبه نادي بيراميدز واقفين في داخل منطقه الجزاء، وقدرت تلعب الكره بسرعه. طبعا ما فيش وانا مش مطلوب مني كلاعب ان انا استنى
لما الفريق المنافس يقف ويدافع. وانا مالي مش بالظبط يعني. لا انا بس بفهمك هي ده، وحصلت قبل كده بقى في دوري. طب على فكره الماتش ده او الكره دي تحديدا شبه كره لو تفتكروا مباراه ليفربول وبرشلونه. برشلونه ماتش 4 جون اوريجي. ماتش 4 اوريجي تقريبا هي ارنولد تقريبا بتاع ارنولد. يعني ارنولد راح لقى الناس قام جاي لعبها اوريجي حاططها جون، كسب دوري ابطال اوروبا. انا مش مطالب ان انا استنى دفاعات بيراميدز تقف ويراقبوا لعيبه الاهلي، لا، جزء انك انت بالكرات الثابته عشان يبقى فيها خطوره ممكن العبها بسرعه، ما استناش دفاعات بيراميدز يقف ويستعد. ولكن هو ده الشرح للموضوع، طالما طالما الحكم ادى الاشاره للعب ما قالش ولا استنى ولا عمل اي حاجه، وبالتالي هو بالظبط تقريبا شبه مباراه برشلونه انت اصلا في اصل الكوره انت بتلعب الا لو الحكم هو اللي وقفك. مش ما بتاخدش البرميشن من الحكم، ما بيقولكش العب يعني، فاهم؟ طالما الكوره ما وقفتش ما فيش حدث يعني، انت اوريدي انت كلاعب بتلعب يعني، سواء اوت او فاول او اي او ضربه مرمى او لا. وكمان الضربه الركنيه ما بتستدعيش ان الحكم يعني يصفر صفاره يعني. كابتن اكيد طبعا كابتن ناصر عباس اكيد طبعا يعني هنتكلم طبعا مع كابتن ناصر في الموضوع ده النقطه دي وهيوضحها. بس طبعا الهدف سليم 100%. لعيبه نادي بيراميدز انا اسف مش ذنب ان انت وقفت داخل منطقه الجزاء وما خليتش بالك ان الكوره ممكن تتلعب بسرعه، بالظبط زي ما حد بيجيب هدف ولو الفريق المنافس رجع كله او في الملعب في نص ملعبه الحكم بيقول لك العب سنتر ويلعب الكوره عادي. لا ليفربول وبرشلونه ده احنا بالظبط طبعا بالظبط. هي بالك لما تشوف الهدف هم عدلوا من نفسهم بسرعه. نعم. وبعد الكره ما اتلعبت لعبوها بسرعه. شوف كام واحد كمان من بيراميدز واقفين في ال 18 في عدد كبير. لكن هي لما رجعت وكان ديانج في المكان الصح على ال 18 وسددها هو عشان جت هدف، فهو جه الاعتراض. بس هم عدلوا برده من نفسهم بسرعه. هاتوا كده من الاول، هاتها من الاول عشان نشوف في كام واحد واقف في ال 18. ادي بس ثانيه واحده في سمير، ثانيه واحده. ادي 2 بس 4 6 8 6 7 وواحد جاي من ورا 8 تقريبا. يعني فرقه بيراميدز كلها واقفه. وبالتالي مش ذنبي ان حضرتك يعني مش لا هو النادي الاهلي ملوش دعوه. لو اذا كانت نادي لعيبه نادي بيراميدز بيعترضوا على كابتن ابراهيم نور الدين فده امر ما بين بيراميدز وبين كابتن نور الدين. النادي الاهلي بره الموضوع خالص يعني. طيب النهارده بقى ناحيه اليمين وناحيه الشمال عندنا سواء احمد فتحي وقدام حسين الشحات وعلي معلول يا بلال مع اجاييه. شفت تحركاتهم النهارده ازاي؟ يعني احنا ما شفناش علي معلول كتير في الشوط الاول كمان. ما شفناش علي معلول في الشوط الاول ولا حتى كمان احمد فتحي شفنا كتير في الشوط بس ده كان متوقع زي ما توقعنا قبل المباراه. يمكن كريم قال حاجه مهمه جدا، قال يمكن النهارده فرقه بيراميدز يعني التوظيف بتاع اسلام عيسى كلاعب نص ملعب، مش كلاعب بيلعب في احنا كنا متخيلين هيلعب تحت كبلاي ميكر او كمان او كراس حربه تاني. النهارده كان بيلعب طرف ملعب، واضح ان هو كان بيحاول يقفل الخط الدفاعي وخط نص ملعب كمان عشان ما يديش فرصه لعيبه النادي الاهلي النهارده ان هم يشتغلوا حتى كمان من القلب ولا يشتغلوا من اطراف الملعب، وهو نجح فيها الحقيقه يمكن في الشوط الاول بشكل كبير ونجح فيها في الشوط الثاني. لكن هي كره القدم بطبيعه الحال انك مش هتقدر تدافع طول ال 90 دقيقه دفاع 100%، استحاله. ايوه لازم هيجي وقت من الاوقات طول ما انت عليك ضغط، طول ما النادي الاهلي بيضغط اكيد هتفك طلاسم الدفاع دي. النهارده اللي حصل ان علي معلول الشوط الاول واحمد فتحي مش قادرين ان هم يعملوا اختراقات لان الجنب مقفول، نص ملعب يعني اطراف الملعب كلها مقفوله باثنين لعيبه، والاثنين كمان الميد فيلدرز بتوعهم زي ما انت شفت كده كان دونجا شويه بيراح ناحيه اليمين وشويه كمان بيراح كمان وعمر جابر كمان في نفس الموضوع. عمر جابر بصراحه انا حتى كمان توقعت ان عمر جابر يبقى هو البلاي ميكر طالما اسلام بيلعب على طرف الملعب، وده ما حصلش النهارده برضه. حتى عمر جابر ما كانش قادر يعمل اقرب ل 4-5-1 بالظبط يا كابتن. بالظبط طريقه اللعب دي اقرب ل 4-5-1 تمام. الاثنين ميد فيلدر وبيلعب اثنين على طرف الملعب وبيحاول كمان واحد من الاثنين الميد فيلدرز يكمل قدام الاثنين السنتر باكس بحيث ان هو يقفل قدام الاثنين السنتر باكس ويقفل كمان على اطراف الملعب. عشان كده ما شفناش علي معلول ولا فتحي في الهجمات، لكن شفنا حسين الشحات في كره من الكرات بيعمل الاختراق الطولي، شفنا اجاييه برضه نزل وعمل الاختراق الطولي. لكن كان في بعض من الاوقات لو في تفاهم اكتر من كده وكان في يعني ما بين مروان وما بين الشحات واجاييه كان ممكن الاهلي يسجل في الشوط الاول كتير، لان زي ما كريم قال يمكن الاهلي الشوط الاول
ما راحش فرص كتير، لكن راح بفرصتين لو فيهم تركيز كان ممكن يسجل اهداف. دور علي معلول كان مختفي، لان بطبيعه الحال انت بتلاقي فرقه مقفله الجيم، يعني انت مش هتلاقي الجيم ما كانش مفتوح. بطبيعه المباريات بتاعه الاهلي وبيراميدز كنا دايما بنلاقي الجيم مفتوح، يعني بتلعب جيم هو بيهاجم وانت بتهاجم، هو بيبني هجمه وانت بتبني الهجمه، فبالتالي في مساحات تشتغل فيها. لكن النهارده ما كانش في مساحات، خاصه الفرق اللي بتدافع ما بتلاقيش فرص كتيره على اطراف الملعب بتشتغل بيها، صعب. النهارده فرقه بيراميدز بتحاول بقدر الامكان ان هي تعمل بلوك على طرف الملعب، وده اللي قدروا ونجحوا النهارده يعملوه في الشوط الاول، يمكن كمان قدروا ان هم يعملوا الشوط الثاني. عشان كده كنا بنطالب ان اللي يشتغل في قلب الملعب هم الرباعي، يعني الشحات بالاختراقات الطوليه مع جاي، ومجدي قفشه برده يشتغل من نص ملعب مع عمرو السوليه، ولكن هو ديانج اللي كان بيشتغل النهارده الحته دي بدل من عمرو السوليه اللي كنت بشوفه بيخترق، وعنده يمكن كباتن اتكلموا على ميزه، لكن هو عنده ميزه كمان ان هو بيحاول ان هو دايما بيتحرك بالكرة اكتر بكتير. يعني النهارده مثلا ما بنشوفش بيلعب اللونج باص الطويل من لمسه واحده او لمسه ولعب، لا بيتحرك وبيزيد وبيكمل. في وقت من الاوقات يا اسلام لما الاثنين بتوع نص ملعب بيلعبوا مع بعض كتير، بتحس ان في واحد لما بيحس ان الثاني يعني مش عايز اقول مقصر، عايز اقول ان هو مثلا ما بيعملش الشغل الهجومي بتاعه، بيحصل فيه تبادل ما بينهم. النهارده التبادل ده انا شفته في الملعب، النهارده ديانج هو اللي كان بيكمل في الحته الهجوميه مش عمرو السوليه، ودي بتحصل كتير مع لعيبه كتيره، مع لعيبه لما يكون بتلعبوا مع بعض وين بعض انسجام بنشوف مين اللي بيطلع. النهارده ديانج هو اللي بيطلع على طرف الملعب، كنا بنشوف السوليه هو اللي بيعمل الحته دي في المباراه اللي قبل اللي فاتت، يمكن عمل اسيست المباراه اللي قبل اللي فاتت، وهو اللي كان بيطلع على طرف الملعب. النهارده بيعجبني قوي الحته دي، ان انا لو مش قادر اروح واشتغل يبقى انا زميلي هو اللي يروح يشتغل. صحيح. تمام. عشان كده النهارده بنشوف الاثنين الحقيقه مميزين. انت التميز يا اسلام بيجي من ان كل واحد ممكن يبدل الدور بتاع الثاني في الملعب. أيوة. مش بس إن احنا متعودين ان السوليه هو اللي بياخد الحته دي، لان النهارده لا، شفنا العكس، شفنا ديانج اللي بياخد الحته دي والسوليه هو اللي بيتاخر. نعم. تمام. فدي حاجه مميزه جدا في خط وسط النادي الاهلي، وهو يمكن اللي بتدي دايما الافضليه والاولويه للنادي الاهلي في المكسب. انا بس عايز اضيف حاجه كان كابتن بلال طبعا نقطه مهمه جدا. طبعا النهارده انتصار 13 للنادي الاهلي على التوالي، وبالتالي كده اهلي فايلر هو صاحب الرقم القياسي الثاني بعد مستر مانويل جوزيه طبعا 17 انتصار، وهو كسر خلاص الموسم بتاع بومفرير بتاع 2002 2003 لما بومفرير حقق 12 انتصار. في الموسم ده يا كابتن اسلام كان الفريق اللي زي بيراميدز كان نادي انبي، والنادي الاهلي كان بيلعب نادي انبي في اعتقد الاسبوع ال11، ومجدي كابتن مجدي عبد العاطي كان هو المهاجم بتاع نادي انبي وجاب هدف. كان ماتش بالظبط نسخه من المباراه دي، وكان احمد في استاد القاهره، كان احمد بلال كان كابتن احمد بلال هو مهاجم النادي الاهلي. نادي انبي فضل بعد الهدف، جابوا هدف في اول 5 دقائق من غلطه من كابتن هادي خشبه، وفضلوا عاملين بقى الزون ديفينس بالظبط زي بيراميدز كده. الحل جه منين؟ الحل جه من بنالتي وضربه ثابته اتلعبت. كان ساعتها بومفريد بيلعب لعب حلو قوي، كان بيلعب الكوره لوائل جمعه، كابتن وائل جمعه يمهدها الكابتن احمد ويبقى هو لوحده بالمرمى. هي بالظبط انت بتلعب في المباريات دي على فرص معينه، صعب جدا في ماتش زي ده تعمل فرص مثلا زي كانك بتلاعب فريق مختلف. طبعا مستحيل. فاحنا في المباريات دي لما اللعيبه بتقدر تنتهز التقدم، الضغط بيروح على اللي قدامك، ليه؟ هو هيفتح. والنادي بيراميدز النهارده في نقطه مهمه النادي الاهلي يكسبها بصراحه. ايه هي بقى؟ ان احنا مثلا السنه اللي فاتت في ماتش الدفاع الجوي، رغم النادي الاهلي كان متقدم بهدف وليد ازارو، وكان ساعتها في فرصه جات لي وازارو ضيعها وكان ممكن يبقى 2-0، نادي بيراميدز جاب جونين في الشوط الثاني. اللي بيتفرج ما كانش عنده الاحساس ان النادي الاهلي يقدر يرجع، كانش فيه الشخصيه. المره دي رغم النادي بيراميدز متقدم في الدقيقه 54، كل اللي بيتفرج على المباراه عارف ان النادي الاهلي يقدر يرجع ويقدر يكسب. واول ما الجون جه قبل الدقيقه 80، كل اللي بيتفرج على الماتش عنده يقين ان الهدف الثاني جاي. ده بسبب ايه؟ بسبب شخصيه الفريق في جوه الملعب. دي شخصيه بتوصل لك. واعتقد السيناريو في وجهه نظري سيناريو المباراه مهم جدا يا كابتن بلال قبل المواجهات اللي جايه للنادي الاهلي الصعبه، سواء في السوبر او حاجه ثانيه يا كريم. خد بالك المباراه بتاعت السنه اللي فاتت طرق اللعب مختلفه. طبعا انت المباراه السنه اللي فاتت لما سجلت الهدف تراجعت، ابتديت انت صح. اللي بتحاول انك انت تدافع وتشتغل زي بيراميدز ما اشتغل كده. صحيح. النهارده لا، انت بعد ما جه فيك الجول انت اللي بتحاول تكسب، انت اللي بتحاول تسجل هدف، انت اللي بتضغط. طب خد بالك انت عامل الضغط ده مهم جدا. وكمان المسج اللي بيديها المدير الفني للعيبه بالتغييرات وتوقيتها دي بتاثر
نفسيا على اداء اللعيبه داخل الملعب. انا عايز من المباراه النهارده كل لعيب، خد بالك يا اسلام، النهارده اللعيب مستقبل داخل الملعب، مستقبل من تعليمات المدير الفني والتغييرات وتوقيتها، بغير مين بمين وبغير امتى، والتوقيتات بتاعه التغيير بتاعتي. النهارده المسج اللي وصلها من اللعيبه الدقيقه 63 انت بتغير قفشه، واحد من افضل اللعيبه المفترض موجودين عندك، بتغير راس الحربه بتاعك، ده معناه ان انت عايز تضغط، بتوصل رساله للعيبه ان انا لازم عايز اضغط الفتره اللي جايه دي، عايز اكسب خلاص. فاللعيبه كمان بتتحول نفسيا انك انت خلاص المباراه بالنسبه لك هتبقى مباراه الضغط، عايز تكسب، عايز تسجل اهداف. عشان كده النادي الاهلي يمكن مديها زي ما اسامه قال، مديها 75 للدقيقه 94 انت بتسجل الهدف الاول وبتحاول وبتوصل وبتعرف مباراه ثانيه خالص مختلفه تماما. لان المسج بتاعت المدير الفني وصلت للعيبه داخل الملعب، انا عايز اشتغل ازاي، عايز اعمل ايه. ممكن يكون بيراميدز بيقفل كويس قوي، لكن انت كمان اشتغلت ازاي. يعني في اوقات كنا بنشوف احمد فتحي على ال 18 وجنبه السوليه وديانج وصل لحد يمكن وصل لحد 6 يارد الكره العرضيه اللي عملها. احنا كنا ساعات بنشوف ايمن اشرف ناحيه الشمال بالظبط، يعني ايمن اشرف جنب علي معلول تقريبا، متولي كان بيطلع يحضر الهجمه، يوصل نص ملعب. انت كمان بتهاجم، انت كمان مغطي ورا والناس واقفه صح. والدليل على كده النهارده شفت السرعات اللي عند بيراميدز، مفيش كره النهارده مثلا خطر انت اتضربت فيها صح وراحت صح عليك انفراد، لا كانت الوقفه صح. معظم ده مهم من جدا ايمن في المباريات القادمه، خلي بالك ده مهم جدا في المباريات القادمه يعني سواء في افريقيا او في الدوري. خلي بالك بقى عشان برضو النهارده كان كريم وبلال من ضمن الكلام، النهارده اول مره النادي الاهلي يتاخر في الدوري ويغير التاخر بتاعه في مباراه كبيره من بيراميدز لفوز في اخر 15 دقيقه. فالنهارده برضو ده نقطه مهمه تبين لك شخصيه المدير الفني وشخصيه اللعيبه. النهارده التغييرات الثلاثه اللي اتعملت اضافوا في الشوط الثاني. النهارده بادجي يعتبر الهدف الاولاني هو اللي جابه، كان مشاكس، كان في كل كره عاليه بيشتغل، كان مؤثر. وليد سليمان برضو من اللعيبه اللي عندها خبرات، بيقدر يتعامل مع الماتشات الكبيره وعنده شخصيه. ان احنا كنا ناقصين الحته الناس اللي تشاكس قدام، كانت دي قليله شويه في الشوط الاول. فمع نزول الثلاثه اضافت. طبعا كهربا في الكره الاخيره شفنا برضو خد ركنيه، كان انه دخل في مكان مهم، كان ممكن ياخد ركله جزاء. فالثلاث تغييرات النهارده بالتوقيتات المهمه اللي عملها رينيه فايلر النهارده فات كتير للفرقه. اخيرا عشان وقتنا، كيفيه الاستعداد لمباراه طلائع الجيش، اخد من حضراتكم. مباراه طلائع الجيش برضه مباراه صعبه زيها، يمكن انا هضيف او اكمل كلام كابتن سعود حفيظ، انك انت الاهلي بياخد كل مباراه بكل مباراه، هي المباراه بتاخدها بالمباراه بتاعتها، بتحاول تستعد بشكل جيد، بتنسى مباراه بيراميدز مباراه صعبه اللي جايه اصعب. الفرق كل ما الفرق بتلعبك اعتقد ان هو يعني بيبقوا مستعدين بشكل جيد، السبيريت بتبقى عاليه جدا قدام النادي الاهلي. انت خلاص بتلاعب فرق دلوقتي الرقم اللي عايزين يحطموه هو يكسر فوز النادي الاهلي. مش انا داخل النهارده عشان النادي الاهلي بيحقق النهارده 13 فوز، فانا مين النادي اللي بيدور على انه يستوقف النادي الاهلي؟ هي دي اعتقد التحدي او التشالنج اللي موجود عند كل الفرق في مصر في الوقت الحالي. النهارده كان بيراميدز اولهم وقدرت ان انت تتخطاها. طلائع الجيش ممكن يكون عنده نفس الهدف، ممكن ما يحاولش يكسبك، لكن ممكن يحاول ان هو يتعادل مع النادي الاهلي. عارف القيمه الكبيره، الامكانيات والقدرات اللي بيلعب بها النادي الاهلي، فكل فرقه هتدور ازاي تشتغل على انه يوقف النادي الاهلي. مباراه طلائع الجيش اعتقد مش هتقل اهميه بالنسبه للاهلي على المباراه دي، لانه خد بالك عند المدير الفني كمان كل ما بيكسب، كل ما بيحقق ارقام، كل ما بالتالي التحدي بالنسبه له مش انه ياخد بطوله الدوري بس، التحدي بالنسبه له انه يكسر الارقام بتاعته اللي بيحققها. التحدي من اكيد الناس النهارده بتتكلم مع فايلر ان مستر مانويل جوزيه ما كان بيتكلم من شويه اسامه ان هو جايب 17 مكسب، فبالتالي انت بقيت قريب. فهو ده التحدي بالنسبه للمدير الفني. انا كدوري عام وانا قاعد في الاستوديو مطمن ان شاء الله ان الدوري العام للنادي الاهلي كجمهور، انما كمدير فني لا، هو بيحسبها حسابات مختلفه، ان انا لسه بالارقام بالحسابات، وكمان بالارقام والحسابات انا عايز اعمل تاريخ كبير مع الاهلي، اعمل تاريخ كمان يأهلني ان الفرق الافريقيه وانا بلعب قدام صن داونز يبقى هو شايف الاهلي بيشتغل ازاي في الدوري العام، يبقى شايف الاهلي، لان هو ما عندوش اي حاجه يتفرج عليها قبل في افريقيا، ما عندوش غير الدوري العام هو بيتفرج عليه. فالمسج انت هتوصلها له من خلال المكاسب بتاعتك، هتوصلها له من خلال الاداء اللي جاي. فاعتقد مباراه طلائع الجيش مش هتقل اهميه عن مباراه بيراميدز. الراجل هيشتغل بنفس الاسلوب بنفس التكتيك، ممكن يدور شويه في اللعيبه، يغير شويه في اللعيبه، وده المطلوب قدام طلائع الجيش. مش هينفع تلعب كل المباريات بنفس اللعيبه عشان ما تقعش مننا لعيبه، لان دي المشكله اللي عانينا منها كتير قبل كده. تمام. ها اسامه، هيبقى تدوير ولا ما فيش تدوير؟ يعني انا برضو داخل مباريات مهمه، مباريات صعبه، هدور ولا مش هدور؟ هعمل روتيشن؟ مش هدور يعني هدور على اللعيبه، لا يعني هعمل روتيشن تدوير اللاعبين، هعمل الروتيشن يعني هحط لعيب مكان لعيب ولا لا، ولا انا عايز اكسب ال 14 وال 15 وهو جدول الضرب مكمل لغايه كام؟ ان شاء الله يكمل بالمباراه 34 عادي مفيش مشكله يعني ان شاء الله.
بس 34 في 3 بكام يا بلال؟ احنا خدنا لحد 12. لا 13 خدنا لحد 12. 39 13 دي 9 فيها بتوع الحساب. كل المباريات مهمه، كل المباريات صعبه. النهارده النقطه المهمه جدا اللي انا بقول لك عليها عمليه التدوير، ان احنا لا قدر الله نفقد لعيب في اصابه، دي بتبقى مشكله. النهارده عمليه التدوير مهمه علشان عمليه اصابه اللاعبين. النهارده هو ريح لعيبه، المباراه الجايه ان شاء الله اكيد مليون في الميه هيدي فرص للاعيبه ثانيه، وبرده محافظ على القوام الرئيسي والشكل الرئيسي بتاع النادي الاهلي، انه بحيث انه يحقق المكسب، يبقى خطوه ثانيه برده بيقرب فيها في الدوري العام. لكن عمليه التدوير مهمه جدا. طلائع الجيش من الفرق اللي بيعاني السنه دي، لكن دايما بيلعب قدام الفرق الكبيره بشكل مختلف. شفنا طلائع الجيش كسب الزمالك 3-0، فالنهارده برضه هيلعب قدام النادي الاهلي بمعنويات وعملوا ماتش كويس قوي مع اف سي مصر 4-0 وضاعوا ضربه جزاء، وعندهم لعيبه جيده وعناصر جيده، واكيد عايزين يحسنوا برضه من وضعهم. وزي ما بلال بيقول بيلعبوا قدام النادي الاهلي، ودلوقتي كل مدير فني عايز يتحط في التاريخ ان هو في دوري 2019 2020 هو اللي عطل النادي الاهلي، فدي هتتكتب. فالنهارده ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. زي ما بقول لك من هنا لكل مباراه مهمه هنلعبها، سواء مباراه السوبر او مباراه صن داونز في دوري ابطال افريقيا، كل اللعيبه ان شاء الله تكون سليمه. ده النقطه المهمه جدا ان شاء الله. كريم، اخيرا مدى اهميه وصعوبه الفتره القادمه لغايه يوم مش عارف لغايه صن داونز ولا 7 مارس اعتقد صن داونز هيختار يوم السبت كميعاد لمباراه العوده. طبعا كابتن احمد بلال وكابتن حسام حسني غطوا اكبر شيء بالنسبه لمباراه طلائع الجيش. انا اتمنى بس حاجه ربما تكون مختلفه شويه، وهي الاستعداد البدني لمباراه صن داونز. احنا عارفين هم بيلعبونا الساعه 3 العصر، واحنا يعني اتكلمنا كتير في موضوع الساعه 3 العصر، واعتقد طبعا الجهاز الفني خلاص بقى واخد باله من النقطه دي. فبالتالي عشان تعود لعيبتك على موضوع لعب الساعه 3 وانك تبدر الجدول اليومي بتاعك، سواء من ميعاد الصحيان، ميعاد الاكل، ميعاد الاستشفاء، ميعاد حتى النوم بدري طبعا عشان التمثيل الغذائي تبقى انت واخده كامله وانت نايم. يعني من دلوقتي دي نصايح من دلوقتي. ده وجهه نظري يعني. طبعا الجهاز الفني اكيد بكره التمرين الساعه 10 انا فاهم الصبح، بكره 10 دي احلى حاجه. هو دي اهم نقطه. انا اتمنى لغايه ماتش بريتوريا ان تبقى اللعيبه متعوده ان احنا بنصحى الساعه 7، واتمنى رجاء خلال شهر فبراير اللي احنا يعني فيه اهو لغايه لما نوصل لغايه 7 مارس الموبايل والتابلتس والحاجات دي كلها نستغنى عنها الفتره دي. ما فيش مشكله، مش تحصل ازمه يعني، نستغنى بس عنها عشان نقدر ننام بدري، ويبقى كل ذهننا في المباراه دي، عشان ان شاء الله باذن الله بعد ان شاء الله زي ما النادي الاهلي اعتقد وقف السلسله بتاعه صراط نادي بيراميدز، يقدر النهارده ان شاء الله نرد الاعتبار في مباراه الربع النهائي باذن الله، ونمحو الذكرى السيئه لمباراه سان داونز. والشهر فبراير باذن الله يبقى النادي الاهلي يحقق فيه مباراه السوبر، ويحط رجله في السيمي فاينل اللي ان شاء الله باذن الله نبقى داخلينه. وكلمه كابتن احمد بالله ان احنا الدوري خلص، فانت مش مركز في الدوري. ماتشات الدوري ممكن تعمل فيها روتيشن اللي انت حضرتك انت عايزه، وبالتالي تلعب بعد كده الماتشات الاخيره في دوري الابطال وانت ذهنك مركز فيها بالظبط زي ما يورجن كلوب عامل مع ليفربول في التركيز لماتش اتلتيكو مدريد. ان شاء الله. يعني انا بشكركم شكرا جزيلا يا كابتن بلال، الف مبروك. شكرا جزيلا يا كابتن اسامه، مبروك. شكرا جزيلا يا كابتن كريم، مبروك، شرفت ونورت. شكرا جزيلا. طبعا انا بشكر نجومنا الكبار. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات، ومن هو مش محتاجه من هو نجم المباراه، ولكن من هو نجم هذه المباراه من وجهه نظر مش ولا بلال ولا اسامه ولا كريم ولا احمد ثابت ولا انا، ولكن من وجهه نظر الارقام. نطلع فاصل، وبعد الفاصل دكتور احمد ثابت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات، ومن هو نجم هذه المباراه. ازيك يا دكتور والف مبروك. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك. الف مبروك طبعا لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني. بالتاكيد في الفتره دي في الشهر ده تحديدا عندك 5 مباريات قبل مباراه سان داونز، مهم فيهم ان انت تحافظ على صداره الدوري. 4 مهم جدا ان انت عندك الاول ماتش النهارده بيراميدز، بعد كده الجيش، بعد كده المصري، بعد كده ماتشين زمالك. مهم ان انت تحافظ على المكسب وما تفقدش نقاط، وفي نفس الوقت تطلع بمكاسب، تجهز بعض اللعيبه مكاسب يعني تكسبهم في مباريات افريقيا. زي النهارده مين؟ اليو بادجي لما شفناه ونزل وعمل جون واسيست، انت كده بتكسب لعيب. زي محمود متولي
لما بيرجع لمركز قلب الدفاع وبيمشي بشكل كويس بتكسبه، وفي نفس الوقت محافظ على صداره الدوري بعد 13 مباراه انت في الصداره الحمد لله ب 13 فوز. فدي كل ده اهم مكسب من المباراه، اهم مكسب من المرحله دي، ان انت تكسب ماتش بماتشه وفي نفس الوقت ما تفقدش نقاط خالص. في نفس الوقت لو عرفت تطلع بمكسب نجم او 2 من كل ماتش كده، ما يكونش مثلا بقاله فتره، او مثلا كهربا باذن الله الفتره الجايه، رمضان لما يرجع، الحاجات دي كلها مهمه جدا في الفتره دي تحديدا. النهارده بصراحه المباراه بعنوان كل ما هو اليو فهو جميل. حلو ده، كل ما هو اليو فهو جميل، سواء اليو ديانج او اليو بادجي، صراحه الاثنين يستحقوا هم نجوم المباراه. بس الاول خلينا نقول ان النادي الاهلي اول مره يتاخر في النتيجه ويعمل كومباك مع فايلر. دي حاجه نقطه مهمه جدا، ان انت شخصيا ان انت تكسب المباريات الكبيره. السنه اللي فاتت لاسارتي بصراحه كان عنده النقطه دي ما كانتش موجوده، اللي هي شخصيه المباريات الكبيره. فايلر السنه دي لا، عنده شخصيه المباريات الكبيره. انت النهارده السنه دي كسبت بيراميدز، كسبت المقاولين، كسبت الاتحاد، كسبت الاسماعيلي، الاربع فرق الكبار اللي انت قابلتهم، او الثاني والثالث على الدوري وبيراميدز، ولسه طبعا لما تقابل كمان الزمالك، وكسب برضه فايلر الزمالك في السوبر. وبالتالي كل المباريات الكبيره اللي فايلر خدها كسبها، وبالتالي عنده شخصيه المباراه الكبيره. كمان كسرنا حته الاربع مباريات، بقى لنا 4 مباريات بيراميدز متفوق على النادي الاهلي، النهارده بتكسرها، فدي حاجه مهمه جدا. بصراحه زي ما قلنا كل ما هو اليو فهو جميل. اليو ديانج بيستحق رجل المباراه. يعني بصراحه كانت النادي الاهلي يعني كمان بنشوفه بيقطع الكوره، دوره مهم جدا هنا في الحته دي، في استعاده الكره الثانيه للنادي الاهلي، في قطع الكرات، الفوز بالالتحامات، بيعمل لك سيطره واستحواذ على وسط الملعب، وفي نفس الوقت بيكمل ليه دور هجومي كمان، تمريراته كمان للامام. يعني احنا شفنا في الهدف الاول عمل اسيست، الهدف الثاني هو اللي جايب الجون. فدي نقطه مهمه جدا. وعلى فكره احنا قبل المباراه قلنا ايه؟ قلنا ان نقطه ضعف بيراميدز اسوأ فريق في الدوري في الضربات الركنيه والضربات الثابته. الجون الاول جاي من ضربه ثابته والثاني من ضربه ركنيه. ده ابرز نقطه ضعف النادي بيراميدز، الضربات الثابته والضربات الركنيه. زي ما احنا شايفين اليو بادجي في الكره دي نقطه مهمه جدا، حته الالتحامات. انت مفتقد المهاجم الطويل، طبعا عندك مروان، برضو اليو بادجي بيضيف لك الحته دي، ان هو بيريح الكره براسه لاليو ديانج. لو استعرضنا ارقام رجل المباراه اليو ديانج هنبص نلاقي ان هو بسم الله ما شاء الله، هو اليو ديانج في حاجه واحده بس لو اتطورت هيبقى فعلا كانت، يعني كانت النادي الاهلي، الحته ان هو اول المباراه ما بيكونش نفس الريتم اللي في اخر المباراه او في الشوط الثاني تحديدا. لو بدا المباراه بنفس الريتم اللي بيبدا بيه الشوط الثاني تحديدا، مستواه وارقامه بتعلى قوي. يعني تلاقي معدل قطع الكرات مثلا الشوط الاول 7 أو 8، تبص تلاقي الشوط الثاني نط ل 12 أو 13. فدي الحاجه اللي محتاج يطورها كمان. اليو ديانج طبعا لعب 90 دقيقه، قدامنا ارقامه على الشاشه، احرز هدف، صنع هدف، تاني اكتر لاعب قطع الكوره 17 مره، اكثر من استعاد السكند بول 14 مره، ليه مراوغتين ناجحتين، وفي نفس الوقت اكتر واحد عمل محاولات على المرمى بالتساوي مع وليد سليمان، 2 محاوله على المرمى، ليه عرضيه واحده، ثالث اكتر لاعب عمل تمريرات بعد ايمن اشرف ومحمود متولي كان اليو ديانج. التمريرات الطوليه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي التمريرات الطوليه للامام، عامل 7 تمريرات طوليه، منهم 2 صح، الاثنين اللي كانوا صح دول كانوا في الشوط الثاني. فده تاكيد برضو على كلام ان اليو ديانج دايما في الشوط الثاني الريتم بتاعه ومستواه بيزيد. حصل على اخطاء واحد وارتكب خطا واحد. كمان دور اليو ديانج مهم جدا في التغطيه على الباكات، في التغطيه على معلول والتغطيه على احمد فتحي. بصراحه مكسب كبير جدا للنادي الاهلي وجود لاعب زي اليو ديانج. النقطه الثانيه واللاعب الثاني اليو بادجي، الفعال المؤثر، نزل حسنا بخطوره، وهنا تغييرات فايلر تحسب له. لما انت بادجي بيعمل جون واسيست، وليد سليمان بينزل بيبقى اكتر لاعب بالتساوي مع ديانج في المحاولات. قدامنا ارقام اليو بادجي، طبعا هو احرز هدف، صنع هدف، ده كل ده في قد ايه؟ في 27 دقيقه، وبالتالي يستحق تقييم عالي لان هو احرز هدف وصنع هدف في 27 دقيقه لعبها. عمل محاوله على المرمى، ليه عرضيتين، وفاز بالتحامات هوائيه 2. دي النقطه المهمه، هو ميزته ان هو طوله دايما، مراوغات الناجحه 1، نسبه دقه التمريرات 66.6%، ارتكب اخطاء 1. اذا انت النهارده زي ما قلت لحضرتك في البدايه، مهم انك تحافظ على الصداره وما تفقدش نقاط، وفي نفس الوقت تطلع بلاعب مكسب كده زي اليو بادجي، يجيب لك جون واسيست وبالتالي بتكسبه. الماتش الجاي ان شاء الله يجيب جون تاني، يبقى انت كسبت مهاجم تقيل في الفرقه، يديك تقل في الحته الاماميه. دي النقطه المهمه جدا. رقم 3 ما ينفعش ننساه بصراحه، محمد الشناوي. محمد الشناوي من وجهه نظري كان نقطه التحول في المباراه، في الضربه الركنيه اللي كان علي جبر
دي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين نصلحها في الفتره الجايه، الضربات الركنيه. النهارده بيراميدز في احصائيات المباراه، لو استعرضنا احصائيات المباراه برضو هنلاقي ان الضربات الركنيه البيراميدز هم حصلوا على 5 ضربات ركنيه، منهم كان 2 خطر. يعني الضرب ده الانقاذ المباراه اللي قدامنا على الشاشه. طبعا نقطه تحول المباراه من محمد الشناوي، النتيجه كانت هتبقى من 2-1 لبيراميدز، حولها ل 2-1. اذا ده يستحق تقييم عالي. ليه؟ لان هو كده بقى نقطه تحول. سرعه رد الفعل دايما عند محمد الشناوي موجوده. بصراحه ارقامه مميزه جدا. نستعرض ارقامه بقى، هنلاقي ان هو عمل 7 تمريرات طوليه، 11 تمريره قصيره، عدد الانقاذات كام؟ 2. تصدي صحيح للتسديدات 2 من 3، واحده بس دخلت شباكه بنسبه نجاح 66.6. ما خرجش ولا مره غلط على ولا عرضيه. خروج صحيح على العرضيات 5. التمريرات الطوليه 7. نسبه نجاح التمريرات الطوليه دي 28.7 او 75%. والتمريرات القصيره 11. زي ما اتكلمنا على، نبص بقى على احصائيات المباراه، هنلاقي في حاجات مهمه جدا برضو في احصائيات المباراه. انت النهارده بتلعب مباراه كبيره قدام نادي بيراميدز، الاستحواذ بتاعك بتاع النادي الاهلي 57%، بيراميدز 43%. طب عدد التمريرات 450 مقابل 331، النادي الاهلي عدى 400 كالعاده. عدد العرضيات 32 عرضيه للنادي الاهلي مقابل 15 لنادي بيراميدز. المحاولات على المرمى 11 للنادي الاهلي، 5 منهم صح، و7 لنادي بيراميدز 3 منهم صح. الركنيات 6 للنادي الاهلي و5 لنادي بيراميدز. ده برضو نقطه تقول لك يعني بيراميدز راحوا علينا ب5 ركنيات ضربات ركنيه، يعني كان 2 منهم مؤثرين. وبالتالي احنا محتاجين دايما نطور في الفتره دي، نستفاد ونطور من نفسنا ونعالج السلبيات الموجوده. طيب بالنسبه للحصول على الاخطاء، 23 خطا للنادي الاهلي مقابل 16 خطا لبيراميدز. وهنا احنا كنا الحلقه اللي فاتت قلنا ايه؟ ان النادي الاهلي محتاج يطور الضربات الركنيه والضربات الثابته. النهارده انت جايب جون من ضربه ركنيه وضربه ثابته، اذا تعظيم سلام لفايلر في حته استغلال الضربات الثابته. تمام. برضو في 2 تحديدا ما ينفعش ننسى دورهم النهارده. اخر 2 اتفضل. اخر 2 ايمن اشرف وعلي معلول. تمام. ايمن اشرف بصراحه من تحت، يعني من الهجمه من تحت ما شاء الله عليه في بناء الهجمه. وفي اي حته بتحطه بتلاقيه موجود. جندي مجهول، مساك بتلاقيه حاضر هلعب، باك شمال بيلعب حاضر ما شاء الله. ده انا احترم اللاعب ده بصراحه. اكتر لاعب النهارده قطع الكوره 18 مره، واكتر كمان واحد فاز بالتحامات هوائيه. وكان ليه دور كبير جدا مع محولي. الاثنين المساكين نستعرض ارقامه بسرعه قدام، يعني 2 مساكين ابطلوا خطوره جون انطوي. الارقام قدامنا على الشاشه اهو. ادي ايمن اشرف قطع الكوره 18 مره، محمود متولي 17 مره. تمام. التمرير الطولي بتاع محمود متولي 13 لمحمود متولي مقابل 10 لايمن اشرف. اذا الاثنين ميزتهم ان هم بيحضروا الهجمه من تحت. الاثنين في قطع الكرات كانوا كويسين. بالنسبه لارتكاب الاخطاء، ايمن اشرف ارتكب خطأين ومحمود متولي خطأ واحد. دي ارقام المدافعين. برضو اللاعب اللي ما ينفعش برضو ننسى دوره علي معلول. علي معلول في اقل بصمه ليه النهارده اكتر من صنع فرص لزملائه، 5 فرص. الهدفين اللي احنا جبناهم جايين من عند علي معلول، بدايتهم عرضيات من علي معلول. وبالتالي ده لعيب مؤثر جدا. النهارده علي معلول اكتر لاعب عمل عرضيات في المباراه، عمل 11 عرضيه. احنا قلنا النادي الاهلي عامل كام عرضيه؟ 32، منهم 11 لعلي معلول. ادي الهدف بدايته جايه من عند علي معلول، عرضيه الهدف الاول. والهدف الثاني برضو الضربه الركنيه، ده الهدف الاول اللي هو الضربه الثابته جاي من عند علي معلول. والهدف الثاني بقى نعرضه برضو، هنلاقي اهو، هنلاقي ان الهدف الثاني برضو جاي من عند علي معلول، الضربه الركنيه اللي هي اتلعبت على طول. تمام. ده بالتالي علي معلول ارقامه جيده جدا. معانا برضو ارقامه على الشاشه، هنلاقي ان هو عمل 11 عرضيه منهم 4 صح، واكتر من صنع فرص لزملائه 5 فرص. باك شمال صنع 5 فرص. ميزه علي معلول دايما الفاعليه. وحصل على 3 اخطاء قدامنا الارقام على الشاشه. قطع الكوره 7 مرات. احمد فتحي برضو قدم دور دفاعي مهم جدا تحديدا في الشوط الاول بصراحه. قطع الكوره 15 مره، رقم كويس، وعمل 8 عرضيات. بالنسبه للعرضيات الصحيحه، معلول 4 من 11، احمد فتحي 2 من 8. وبالتالي احمد فتحي برضو قدم مباراه كويسه تحديدا على المستوى الدفاعي. معلول قدم مباراه كويسه تحديدا على المستوى الهجومي. طيب اللي كان يعني يعتبروا بعد كده بقى في التقييم النهارده عمرو السوليه تحديدا، يعني نوعا ما كان عمرو ومين بقى اللي بعد عمرو السوليه كان غير موفق شويه في حته قطع الكرات، ما كانش في مستواه اللي هو كان في المباراه اللي فاتت تحديدا. قفشه، الشحات برضو النهارده عمل محاوله على المرمى. اجاييه قطع الكرة 3 مرات، كان ليه محاولة واحدة بس على المرمى. مروان محسن
كان ليه محاوله واحده بس على المرمى وفاز بالتحامين هوائيين. تمام، اذا اليو ديانج يستحق ان يكون نجم هذه المباراه بصراحه. اليو ديانج وبعد كده اليو باجي. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك يا دكتور احمد. الله يبارك في حضرتك وشكرا جدا وبالتوفيق للنادي الاهلي في الفتره الجايه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره كابتن ناصر عباس، اهم الحالات التحكيميه في هذه المباراه. كابتن ناصر، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا كابتن اسلام، وتحياتي ليك تاني وتحياتي كل الساده المشاهدين قناه النادي الاهلي. نبدا على طول باهم الحالات التحكيميه. نبدا زي ما انت طاقم التحكيم الاول وبعد كده على حسب وقتك. اتفضل. يعني خلينا نقول المباراه بشكل عام، نقدر نقول ان طاقم التحكيم نجح بشكل كبير في اداره المباراه اللي هي تعتبر صعبه في اخر 5 دقائق من المباراه نتيجه الاحداث اللي هي يمكن من خلال اللقطات هنشوفها في المباراه. ده طاقم التحكيم. ابراهيم نور الدين، احنا قلنا الحكم الدولي، ومعاه احمد حسام طه دولي ايضا، ومحمود ابو الرجال الحكم مساعد رقم 2، وعمرو الشناوي الحكم الرابع. اقدر اقول بشكل كبير جدا نجح طاقم التحكيم في اداره المباراه، وده من خلال الحالات كابتن اسلام اللي هنجيبها وهنشوفها ونعرضها اتفضل في التحليل. يا سمير، هنشوف الحاله الاولى كده. دي الحاله الاولى يا كابتن. تمام. هنا السؤال يا كابتن، هنا في تم احتساب مخالفه تقريبا على مروان محسن. انا شايف ان هنا مفيش مخالفه ابدا. أيوة. وهنا احتكاك بدني عادي، وكان يجب على الحكم استمرار اللعب. احنا قلنا لو في مخالفه كان يحتسب المخالفه، ولكن هنا انا شايف ان اللعب هنا لعب عادل ولعب في رجوله، ودي الخطا اللي هو يمكن الاول اللي حسبه ابراهيم الدوري على مروان محسن. الحاله دي حاله مهمه جدا. البعض بيروح لحاجه واحده بس يا كابتن اسلام، يقول لك ان في تاكلينج هنا وفي زحلقه، ولكن هنا القانون واضح جدا جدا. بنقول حاجه مهمه، لاعب العبره بلعب الكره الاول. شوف احمد فتحي هنا الاول راح لمس الكره ولعب ونجح في ان هو يلعب كره. بعد كده اللي حصل ده احتكاك بدني واحتكاك عادي جدا جدا، وهنا القرار كان صحيح باحتساب ركله رمي التماس، وهنا مفيش مخالفه ابدا، على الرغم ان هنا اللاعب وقع، ولكن هنا العبره بان اللاعب نجح في لعب الكره اللي هو احمد فتحي، وقرار صحيح من الحكم ابراهيم نور الدين. الحاله الثانيه، شوف هل في مخالفه وفي اعاده. نشوف هنا اول في تسلل ولا لا. نشوف يا كابتن هنا لحظه لعب الكره، هل في اللاعب سابق بجزء كابتن اسلام ولا متغطي ولا ايه الوضع؟ ولكن انا شايف هنا الحاله من حالات التسلل اللي هي في جزء من اللاعب، وكان يجب هنا الاشاره بالتسلل، ولكن طبعا نتيجه التمركز بقول دايما احيانا الحكم ما بيبقاش مواجه وما بيبقاش مع اخر تاني مدافع، وهنا كان يجب من اول خالص كان يبقى في التسلل في اللعبه. نروح للحاله اللي بعد كده. هنا حاله مهمه جدا يا كابتن اسلام، مهمه جدا جدا جدا. احنا قلنا قراءه الحكم للعب. هل انت كحكم اسلام، يعني انت حكم المباراه، شايف هل هنا اتاحت فرصه فين اللي اتاحت الفرصه هنا؟ رجع طبعا هو سمح باستمرار اللعب، وبعدين رجع باحتساب المخالفه. عاوز اقول تاني، رجع تاني بس سمير في حاجه مهمه. انا من البدايه طالما انا شايف ان اللاعب هنا مش هيقدر يلحق كره لاعب النادي الاهلي، هنا في مخالفه، تمام، نمشي يا كابتن سمير، نمشي خلاص. هنا اتاحت فرصه مش موجوده، وبالتالي بقول لك يا ابراهيم كان من الاول كان المفروض انك انت تحسب المخالفه، لان هنا استمرار اللعب ما كانش مفيد بالنسبه للاعب اللي تم ارتكاب ضده المخالفه. تمام، يلا اللعبه اللي بعد كده. حاله كابتن، الحاله دي مهمه جدا 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 جدا، يمكن هي واللي بعديها يا كابتن. عاوز اشوف محمود ابو الرجال واشوف مين اللي نجح في لعب الكره الاول. نشوف هنا اولا الحاله مركبه، نشوف اتفضل اللي لعب هنا كابتن اللاعب. نرجع تاني يا سمير بعد اذنك. بص يا كابتن اسلام، في اثنين، واحد على الطرف بعيد وواحد ناحيتنا هنا من النادي الاهلي، دول تسلل. تمام. اللي لعب الكره ان هو ايمن اشرف، تمام، في موقف سليم تقريبا بنسبه 100%. هنا بحيي الحكم مساعد رقم 2 محمود ابو الرجال. نروح بقى للعبه الثانيه اللي هم يمكن جريوا شويه واعترضوا. ستوب. لحظه ما اخر لمسه من باجي اخر لمسه ليه في الكوره. لا دي بعيده خالص، مفيش حاجه خالص. نمشي بقى خلاص، نمشي. كمل الكوره وهو بيلمس. ستوب. ارجع تاني بس خطوه صغيره.
هنا لاعب متغطي كابتن اسلام بكام واحد، يعني هو بعيد الحارس ومفيش اي تسلل. فدي لعبه مركبه ان اللاعب المساعد نجح في ربط التسلل، ما كانش فيه تسلل وامر باستمرار اللعب، وفي نفس اللعبه الثانيه اللي هو نجح في احتساب الهدف. واعتبر بعتبره حكم مساعد محمود الرجال هايل يا محمود، حقيقي فعلا كان في تركيز وفي يقظه. اللعبه اللي بعد كده يلا قبل بس ما نروح للعبه اللي بعد كده، انا عايز يا كابتن اسالك سؤال في العموم. تمام. هل انا يجب ان انا انتظر صفاره الحكم ولا لا؟ بمعنى ان انا جالي كورنر كابتن، ده في مهمه، ده في تعديل جديد. السؤال بس يا كابتن هو ولا لا؟ لا بعد كده لا. نعم. انا هنا كابتن السؤال، هل انا لازم استنى صفاره الحكم عشان يقول لي بلاي اون ولا لا؟ في العاب معينه، يعني ايه؟ لو انا بحسب فاول على خط 18 والمهاجمين طلبوا الحائط الدفاعي، تمام، بقول ما حدش يلعب الا على صفارتي، تمام، بوقف عشان اوقف الحائط الدفاعي 9 15 دي في حاله واحده. انما ركله ركنيه، ركله مرمى، حاجات رمي التماس ما بتاخدش اذن الحكم بيلعب على طول. تمام. انا عارف انك انت حضرتك تقصد الهدف اللي جه، وهنتكلم فيه لما يجي، ان الهدف اللي جه مش هستنى الحكم لما يقول لي يصفر على ركنيه. طيب الحكم احنا كده عرفنا هدف صحيح يا كابتن. لا سيبك من ان انا ما بتكلمش على الهدف، انا بتكلم على الحاله دي تحديدا، وبعد كده نبقى لما يجي وقت الهدف نتكلم عنه. تمام. لكن الحاله انا في الضربات الركنيه زي ما قلت لك الحاله الوحيده اللي بستنى صفاره الحكم، وانت بتلاحظ كتير لما بيكون في خطا على حدود منطقه الجزاء الحكم يقعد يساوي صح على الصفاره، بيطلبوا الحائط الدفاعي، بيطلبوا الحائط. هنا بقول ما حدش يلعب الا بعد الصفاره، بوقف الحائط الدفاعي على 9 15 بتاكد منه وابتدي اطلق الصافره لاستئناف اللعب. يبقى يلا على ذلك كل الالعاب، غالبيه الالعاب الحكم ما بيصفرش باستئناف اللعب، بيستلعب الكره على طول. خلينا نكمل بقيه الحالات يا سمير، اتفضل. الحاله اللي جايه مهمه جدا، هنقف لان البعض قال ان هنا في فرصه محققه لاحراز هدف خالص، ده متطرف وبعيد وواحد جاي جنبه وكل حاجه. انا هنا بص، هنا اولا ما فيش سيطره قوي، وهنلاقي ان في لاعب مدافع من النادي الاهلي الناحيه الثانيه جاي يقفل يا كابتن اسلام، صح، هيقفل، يبقى عنده امكانيه ان هو يقفل. فبنتكلم في معايير الفرصه المحققه، بنقول المسافه ما بين المخالفه والمرمى، الاتجاه العام، بنقول حاجه ثانيه مهمه جدا وهي السيطره وامكانيه السيطره، وبنقول حاجه مهمه جدا الحاجه الاخيره اللي هي امكانيه اللاعب وتمركز المدافعين. شايف ان هي البطاقه الصفراء هنا مستحقه، وهنا ما كانش يعني في فرصه انك انت تدي بطاقه حمراء، والقرار هنا كان قرار صحيح بالنسبه لجمهور الدين. اللي بعد كده هنا حاله من الحالات المهمه جدا جدا جدا، يمكن تمام. دي اللي هنقف عندها شويه كابتن اسلام، ونشوف هنا اخر من لمس الكره هو مدافع نادي بيراميدز. تمام. يبقى هنا عندي ايه؟ في ركنيه وليست ركله مرمى. تمام. اخر من دفع من لعب الكره هنا نجح في لعب الكره هو المدافع، وبالتالي هنا مفيش مخالفه ولا حاجه. وهنا في ركنيه يا كابتن اللي احنا بنتكلم فيها، النادي الاهلي من حقه ان هو يلعب الركنيه زي ما قلنا. خلاص اتلعبت الركنيه، وهنا سرعه استئناف اللعب، ما اقدرش اوقف وارجع الكره تاني. حتى لو في كره يا كابتن هنا، كره حتى اللي كانت موجوده لم تتداخل في اللعب، حتى انا بقول اهو طبقا لقانون كابتن اسلام تاني. الكره اللي هو بيشيلها بره مهدي. ستوب كابتن، هنا القانون صريح جدا يا كابتن اسلام، حتى لو في كوره هنا لم تتداخل، هنا في تداخل، لا خلاص خرجت. زي بالظبط لما بيبقى في كورتين في الملعب والحكم بيروح شايط واحده مطلعها واللعب بيبقى شغال. انا شايف هنا هو الهدف هنا هدف سليم 100% للنادي الاهلي، لا وجه ابدا للاعتراض على الهدف، لان هنا استئناف اللعب في الركنيه لا تحتاج الى صافره من الحكم كابتن اسلام. اذا في حاله وجود كورتين صافره. حتى لو في كوره ثانيه ولم تتداخل، هنا انا بقول تاني عشان الناس اللي بتتكلم في اللعبه دي جدليه، هتقول ان كان في كوره ثانيه، هذه الكوره هنا الحارس رمى الكوره خلاص كده والكل كان موجود، مفيش اي مشكله، والكوره لم تتداخل هنا في اللعب، وبالتالي هنا الكوره اتلعبت وصلت لأليو بادجي، رجعها لأليو ديانج، رجعها والكره هم هنا الاعتراض انا ليس له اي وجود في الاعتراض من لاعبي بيراميدز، وبالتالي هنا الهدف هدف سليم 100%. وبنقول ده كمان يا كابتن اسلام بنتكلم فيه، حتى لو كان في فاول محسوب للنادي الاهلي واللعيبه لعبت بسرعه، من حق اللعيبه تلعب بسرعه، حتى ما تنظرش ان الحكم يستأنف الا في قرار احتساب المخالفه على حدود منطقه الجزاء. عاوز اقول حاجه مهمه جدا، يمكن اخر 5 دقائق البعض قال ان في كره في الملعب، انا بقول تاني اهو كابتن اسلام، حتى لو في كره تانيه
ولم تتداخل في اللعب، انا شايف ان الهدف سليم بتاع النادي الاهلي، وبالتالي ما فيش وجه للاعتراض ابدا. واللاعب لا ينتظر صفاره الحكم الا أبداً على ال 18 بس اذا طلب كمان الا كمان. اما انا هقول لك حاجه، لو المهاجمين طلبوا كابتن اسلام بس قالوا الحكم من فضلك ادينا 9-15، طب المهاجم مش عاوز، والمهاجم لعب من حقه يلعب الكره بسرعه، من حقه يلعب الكره بسرعه، وبالتالي انا شايف بشكل عام ان طاقم التحكيم النهارده زي ما قلت في البدايه كان على قلب رجل واحد، كان هناك تعاون ما بين الحكام المساعدين، كان في هناك تميز بجد للمساعد رقم 2 محمود ابو الرجال في الهدف الاولاني بتاع الاهلي، لانه هو قدر يربط في الاول خالص، كان في 2 تسلل وكان في موقف لاعب سليم، وبالتالي قدر ويتن داسي استنى لحد ما الكره راحت للسليم، وبعد كده بقى فيها لعبه ثانيه، والهدف اعتقد الطاقم بشكل عام النهارده ادى مباراه كام من 10 كويسه. انا بقول النهارده رغم ان في ظروف بدي ابراهيم النهارده 8.5، مساعد رقم 1 بدي 8.5، مساعد رقم 2 بديله 9، والحكم الرابع طبعا يمكن كان ليه دور كويس ان هو المنطقه الفنيه كان فيها شويه شغل، بديله 8.5. تمام، اذا طاقم تحكيم جيد لهذه المباراه. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر. الله يخليك يا كابتن اسلام، شكرا جزيلا على الشرح الوافي، لان الكلام ده هيتقال كتير اليومين اللي جايين دول كالعاده. هدف يعني. اخر حاجه هدف سليم، حتى لو في كوره ثانيه لم تتداخل في ده القانون اللي بيقول كده ولا حضرتك اللي بتقول؟ لا ده قانون، انا ما اقدرش اطلع هنا واقول اطلاقا هاتوا طيب. قانون وقروه يا شباب، يعني اللي مش عارف القانون معلش، ما هو احنا دورنا برضو هنا تعليمي. لا هدف اللي عايز يعرف سليم، النادي الاهلي الهدف الثاني سليم، واللاعب لا ينتظر اشاره الحكم بالصافره الا في حاله ان هو طلب لو في حائط الدفاع. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. الف مبروك، 3 نقاط يواصل بيهم النادي الاهلي تصدره لجدول الدوري العام المصري. ان شاء الله المباريات القادمه عندنا طلائع الجيش المصري، الزمالك في السوبر، الزمالك في الدوري، ثم سان داونز هذا الشهر، ان شاء الله كلها تبقى مباريات جيده، ويستطيع النادي الاهلي ان يواصل انتصاراته سواء في الدوري او في السوبر او ان شاء الله في البطوله الافريقيه. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله نلتقي مع حضراتكم قريبا وحلقات جديدة من ملعب الأهلي.